ازيك يا صديقي وايه الاخبار؟ انا جايلك النهارده عشان افرجك جرعه انمي طرش الطرش. انمي انا متاكد انك لو اتفرجت على الفيديو ده من اوله لاخره هتتبسط بيه جدا ونهايته ممتعه جدا ليك، فعايزك كده تجهز لك اي حاجه تشربها وتعالى معايا استمتع بالعظمه دي. ده هو ايكاتا بطل قصتنا النهارده، نايم ومستقنيس على الاخر ولا في دماغه اي حاجه، وبيصحيه روح الضوء الخاص بيه اللي مش باين من الارض ده واسمه كوز، وبيقول له انه هيركب سفينه عشان يروح للجزيره وعشان كده ما ينفعش انه يهرب على اخر لحظه، وبنعرف كده انه كسول جدا وللاسف انضم لجيش مملكته غصب عنه، والجيش ده بيكون اسمه كاتافارا، وده بسبب ان في حرب خطيره جدا قايمه بين مملكته ومملكه ثانيه اسمها كيوكا واللي بتكون اقوى منهم بكتير. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف بنت واللي بيكون اسمها يوتوري وهي ماشيه في طريقها وبيشوفها زمايلها وبينادوا عليها وبتسالها واحده منهم انت رايحه عشان تمتحن امتحان الضباط رفيع المستوى ده مش كده؟ وفعلا بتاكد يوري على كلامهم وبتقول انهم ما اتقابلوش خالص من ساعه ما اتخرجوا، وبعدها بيكملوا مشي سوا وبيفضلوا يتكلموا عن الغاره اللي هتطلع على الجزيره بتاعتهم من جزر الاعداء، وبيفضلوا يحكوا هم ازاي هيفوزوا وهينتصروا عليهم بكل سهوله، وبيسمعهم اكتا وبيفضل يضحك عليهم وبيقول لهم انهم لو فضلوا كده فهم هيتدمروا على ايد مملكه كيوكا دي في اقل من شهر بس، وبيتعصبوا جدا من كلامه وبيقول له الولد ده ان فريق الضابط ريكان بيقاتلوا بكل اللي يقدروا عليه، وبيرد عليه التاني بيقول ده غير طبعا ان واحد فاشل ومش بيعمل حاجه في حياته زيك كده مش هيفهم الكلام ده، وبيسمع اكتا الجمله دي وبيلف له وبيقول له شوف مين بيتكلم، انت فاكر نفسك يلا جنكيز خان ولا ايه؟ ما الحال من بعضه، والكلام ده طبعا بيضايقهم اكتر وبتسيبهم يوتوري وبتروح له وبتشكره انه جه المره دي مع انه كسل المره اللي فاتت وما جاش، وبيقول لها اكتا بس انت ضحكت عليا على فكره، انت مش قلت لي انك هتجيبي لي شغل سهل كده شويتين وقلت لي انك هتخليني امين مكتبه في المكتبه الوطنيه الخاصه بعلاقات عيلتك دي، والنبي عايزك تسرعي في الموضوع ده شويه عشان الحاله زي ما انت شايفه كده، وبتتجاهل يوتوري كلامه وبتساله سؤال غريب وبتقول له انت شايف ان المملكه هتتدمر وتسقط فعلا؟ بيقول لها اكتا ان ممكن الحاميه بتاعتهم دي تبقى محصنه دفاعيا لكنها مش بتشكل اي خطر هجومي، وبالتالي مفيش حاجه هيقدروا يعملوها لو مملكه كيوكا هجمت عليهم في اي وقت، وده بسبب ان الامبراطور ومجلس الوزراء مش حاطين الموضوع ده في دماغهم اصلا وما عندهمش اي نيه انهم يدخلوا في الحرب، وبتقطع يوتوري بتقول له اسكت اسكت خلاص يا قنبله سلبيه انت يخرب بيتك، بيقول لها اكتا شوفي بتكلميني ازاي مع انك عايزاني امتحن الامتحان التاني ده عشان اغششك وتجيبي درجات كويسه، بترد عليه يوتوري وبتقول له بصفه البنت الكبيره لعيله اكسيم لازم ان انجح واخد المركز الاول كمان، وسمعت ان اللي هينافسني في السباق ده هو اصغر ابن لعيله ريمون وعشان كده لازم تاخد بالك كويس، بيوافق اكتا على كلامها وبيقول لها ان دي هتكون اخر مره يتعامل فيها مع الجيش، وبعدها بيركبوا السفينه وبيتحركوا سوا وبتقابلهم بنت هناك واسمها هارو وبتفضل ترحب بيهم وبتسالها يوتوري وبتقول لها وانت بتحاولي تبقي طبيبه مدنيه، وفعلا بتاكد هارو على كلامها وبتقول ان المحرج بقى ان دي محاولاتها الثالثه في الامتحان، وفي اللحظه دي بيجي واحد وبيسال اكتا انت ايه اللي جايبك هنا ده انت، وبتعرف يوتوري هارو عليه وان اسمه ماثيو وشريكه هو روح الريح تسو وكان معاهم في المدرسه هو كمان وانه من عيله مشهوره كده وقويه عسكريا، لكن مش بتعرفه هارو، وبتسال لو اكتا هو كمان من عيله ملكيه، وبتتفاجئ لما بتلاقيه ماسك ايديها وبيعيش الدور قوي بيقول لها انه مش من عامه الشعب كده، وبيعرفها كمان انه ما عندوش ولا ام ولا اب وانهم لقوه بسبب كوس اللي كان بيشتغل هناك ساعتها وهو مغمى عليه على الطريق، وبتحاول هارو تهرب منه لكنه بيثبت على ايديها اكتر وبيقول لها ناديني بايكي ما احنا خلاص بقى بقينا اصحاب، وبتتوجع هارو من مسكته ليها دي وبيقول لها بس انت ايدك ناشفه كده ليه؟ انت بتغسلي المواعين كتير ولا ايه؟ بتقول هارو ان عندها 5 اخوات صغيرين وهي اكبر واحده فيهم، وبياخد اكتا راحته معاها على الاخر ومش بقى فاهمه ماله المجنون ده، وبتمسكه ياتوري من قفاه وبتقول له مش وقته اللي انت بتعمله ده، وبتقول له هارو الاشكال دي لما تضايقك تديها على دماغها على طول ما تسكتيش، وبيدخل عليهم ولد تاني وبيسالهم لو ينفع يدخل، وطبعا اكتا بيرخم عليه لكن بتطلب منه ياتوري انه يدخل وانهم كانوا لسه بيعرفوا على نفسهم، وبيبدا يعرف عن نفسه هو كمان، وبيكون ده رايمون اللي هينافس ياتوري وبيقول لهم انه امتحان صعب جدا ولازم يبذلوا كل مجهودهم ويعملوا اللي عليهم، وبتعرفوا ياتوري هي كمان على نفسها وبيعرف ساعتها انها من عيله اكسيم وبيبقى مبهور بيها، وبيطلب من اكتا انه يعرف نفسه هو كمان لكنه بيفضل لو بوزه ومش طايقه خالص، وبتعرفوا ياتوري هي عليه وبتقول انه بيعمل كده كل ما بيلاقي اي ولد اجمل منه شويه، وبيسالها لو هم اصحاب من زمان وبتقول له ياتوري انهم عارفين بعض من فتره كبيره، وبيقعدوا كلهم مع بعض وبيلعبوا شطرنج، وبتحضر لهم هارو شاي، وفي وسط ما هم قاعدين بيتكلموا في خطط عسكريه حركه السفينه بتزيد بشكل غريب وكل الانوار بتطفي ومش بيبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط، وبيلاحظوا وجود ميه بتدخل لهم وبتطلب منهم ياتوري ياخدوا الحاجات المهمه اللي هيحتاجوها بس ويرجعوا لظهر السفينه، وكل اللي موجودين في السفينه بيكونوا قلقانين جدا من العاصفه القويه دي، وبتركب ياتوري والباقي المركب صغيره عشان يكونوا بامان اكتر، وبيكون في بنت بتحاول انها تنزل لهم هي كمان لكن للاسف بيختل توازنها وبتقع في الميه، وبيقول اكتا انها كده هتموت، وبيطلب من كوس انه لو لسه شايفها ينور لها بنوره العالي ده عشان تقدر تشوف اي حاجه، وبيجهز عشان ينط وينقذها لكن كلهم بيحذرون انه يعمل كده لكنه برضه مش بيسمع كلامهم وبينط في الميه، والبنت دي مش بتقدر انها تتحرك في الميه وبتفضل تسال نفسها انا خلاص كده هموت هنا، انا لسه في حاجات كتير ما عملتهاش، ومره واحده بتفقد وعيها لكن بيوصل لها اكتا وبيقدر
انه يطلعها من الميه وبينقذها، وبتفوق البنت دي بعد شويه وبتلاقيهم متجمعين حواليها ومولعين نار عشان يتدفوا، وبتسالهم انتوا مين، وبيبداوا ان هم يحيوها لان البنت دي بتبقى اميره مملكه كتافار والاميره الثالثه للمملكه. وبتقول الاميره دي ان عايزه تعرف ايه اللي حصل بالظبط، وبتشرح لها يوتوري ان هم السته بس اللي قدروا يركبوا مركب النجاه دي بسبب العاصفه القويه اللي كانت موجوده، وكل الباقي غرقوا للاسف وهم دلوقتي قاعدين في الكهف. وبتشكرهم الاميره على اللي عملوه معاهم، وبتقول ليوتوري ان عدى 18 سنه بحالهم على اخر زياره ليها لبيتهم هي والامبراطور. بتستغرب يوتوري جدا انها فاكره حاجه زي دي لانها كانت ساعتها عندها 4 سنين بس وهي كانت 10. وبتسالها الاميره واللي بنعرف بعد كده ان اسمها كترا عن الباقي، وبتعرفها يوتوري انهم خرجوا عشان يشوفوا الوضع بره عامل ازاي. وعلى الناحيه الثانيه بيمشي اكتا وريمون عشان يستكشفوا الجزيره دي، وبيسالوا ايه اللي كانت بتعمله الاميره كترا في سفينتهم كده. بيرد عليه اكتا وبيقول له انه من الاحسن ان هم ما يتدخلوش في شؤون العائله الامبراطوريه. وفي وسط ما هم ماشيين بيكتشفوا حاجه غريبه جدا، وهي انهم في ارض العدو في مملكه كيوكا، وبيروحوا بسرعه الباقي عشان يحكوا عن اللي شافوه ده. وبيقول اكتا انهم دلوقتي لازم يتفقوا على حاجه من الاثنين، يا اما يستسلموا لجيوش مملكه كيوكا ويطلبوا معاملتهم كاسرى حرب، او يخترقوا الحدود ويرجعوا مره ثانيه للامبراطوريه ويكفوا خيرهم شرهم. لكن الاختيار ده فيه مجازفه اكبر عشان الاعداء بيبقوا حواليهم من كل حته، وبيبداوا ان هم يتناقشوا في الاختيار الاول ده. لكن بتتعصب الاميره كترا وبتقول انها مستحيل تقبل انهم يأسروها، وبتفضل تزعق وبتقول ان ما عندهاش وقت تضيعه هنا، ولازم يخترقوا الحدود ويرجعوا للامبراطوريه باي ثمن لانها عندها حاجات كتير لازم تحققها. وفي اللحظه دي بيسكتها اكتا خالص، وكلهم بيتفاجئوا من شجاعته دي وانه بيعمل كده مع الاميره عادي، وبيطلب منها تهدى شويه لانها مهما صرخت وقعدت تزعق مش هتخلي المستحيل سهل برضه. وقبل ما يكمل كلامه بتكتفي يوتوري وبتقع على الارض، وبتعتذر من الاميره على اللي المجنون ده عمله، وبتطلب منها انها تسامحه وتاخده على قد عقله، وبتعرفها ان هو اللي انقذها من الغرق. وبتتفاجئ كترا وبتطلب منها انها تسيبه وان هو فعلا عنده حق لانها اندفعت في الكلام جدا، وبتطلب منه يوتوري انه يعتذر لها ويخرج بره شويه يهدي اعصابه. وفعلا بيسمع كلامها وبيعمل كده، وبتروح وراه وبتقول له انه متغير جدا ومش ده اكتا اللي هي متعوده عليه. بيقول لها اكتا انت فاكره يعني عشان هي الاميره وكده وفرد من الامبراطوريه هسكت لها لما تتكلم بالطريقه دي؟ لا طبعا، انا عندي مبدا، ده غير ان سنها صغير جدا وما عاشتش نص اللي انا عشته، ليه ابقى متوقع منها انها تساعدنا عشان هي بس جزء من العيله الامبراطوريه. وبيرجعوا ليهم تاني بس بيبقوا معاهم اكل كتير وبيبقوا فرحانين جدا، وبيقول ماسيو انا مش مصدق نفسي يا جدعان، انا ما اكلتش بقالي يومين. وبعد ما بيخلصوا اكل بتطلب منهم كترا انهم يفكروا كويس قبل القرار اللي هياخدوه دلوقتي، وبتتفق يوتوري مع كلامها وبتقول انهم مش هيقدروا يلاقوهم بسهوله هنا، وممكن ياخدوا يوم او يومين عشان يفكروا براحتهم، وعشان كده بيبداوا انهم يامنوا المكان كويس جدا. وبتحاول الاميره انها تساعدهم لكن بيرفضوا كلهم وبيطلبوا منها ترتاحوا بس، الا اكتا هو الوحيد اللي بيوافق انها تساعده. وبتتفاجئ لما بتشوف انه عمل في الاخر سرير مرجحه، وبتقول انه هو مش حاسس باللي بيحصل ده خالص، لكن لما بنجربها بتلاقي انها مريحه جدا. واول ما بيشوف اكتا منطاد في السماء بياخدها على طول وبيستخبوا، وبيفهمها ان ده منطاد مراقبه وسلاح كيوكا الجديد، وبيقول لها انهم لازم يدخلوا للكهف عشان ما يتكشفوش. ولما بيجي الليل مش بتقدر كترا تستحمل، وبتقرر انها هتروح تعملها بره وتلبي نداء الطبيعه. ويوتوري والباقي بيلاحظوا ان في حاجه غلط بتحصل، والفخاخ اللي هم عاملينها على الكهف بتتحرك، وبيستعدوا عشان يخرجوا وينقذوا الاميره. وبنشوف بعدها وهم ماسكين اكتا ومحاصرينه، وبيفضل يترجاهم يسيبوه وانه هرب من الامبراطوريه ولقى نفسه هنا بالغلط. وبيسالوه لو هو لوحده، وبيعرفوا اكتا ان امه معاه وانها موجوده في الكهف ده، وبيطمنوا وبيعرفوا ان هم مش هيأذوه، وبيطلب منهم يوصلهم للكهف اللي فيه امه، وبيعرفوا كمان ان مفيش غيرهم هنا هم الثلاثه، لكن دي بتكون خطه عاملينها عشان يشتتوهم. وبيمسك اكتا الاسلحه بتاعتهم وبتبدا يوتوري في الهجوم عليهم، وبتضرب بالسيف بتاعها تقضي على 2 منهم في ثواني، على عكس ريمون اللي بيبقى متوتر جدا. والتالت لما بيشوف المنظر ده بيترعب وبيهرب على طول، وبيطلب اكتا من كوس انه ينور المكان عشان يقدروا يلاقوه، وبيحاول ريمون ينشن عليه لكنه بيبقى متوتر ومش بيعرف. وفي الاخر بيقدروا يلاقوه بيكون متصاب، وبيقول له اكتا انهم هيسيبوه يعيش لو جاوبهم على شويه اسئله كده. وبيسالهم فين المكان اللي بتتجمعوا فيه، بيجاوب الشخص ده انهم على بعد نص يوم من المنطاد اللي هم شافوه ده. وبيسالوا اكتا مهمتكم كانت ايه بالظبط وانتوا كام واحد اصلا. بيعرفوا الشخص ده ان اللي بيعملوا دوريات على حدود 3 بس اللي هو شافهم دول، وهو واحد منهم لكن ما عندهمش اي فرقه. وبيسالوا اكتا عن مكان المنطاد بتاعه، بيرد عليه وبيقول له انه على امتداد الساحل اول ما يخرج من الغابه دي. وبيبقى التعب اتمكن منه على الاخر ونزف بشكل كبير، وبيطلب منه يرحمه ويوقف النزيف ده. بيقول له اكتا انا هعمل كده لكن مش قبل ما تجاوبني على اخر سؤال. وبيساله لو راح للحدود قبل كده، ويعني مش بيلحق يجاوب وبيموت. وبياخد اكتا الجثه بتاعته وبيقول انه هيحطها في مكان امن بين الشجر وخلاص. وبيقعد بعدها ياتوري وريمون سوا قدام النار، وبتبقى ياتوري ماسكه السيف بتاعها وبتتامله، وبيقطع ريمون السكوت ده وبيسالها ازاي اقدر اسيب العدو اللي قدامي من كل المسافه دي زي ما عملت كده. بترد عليه ياتوري وبتقول ان العدو المتحرك بيكون اصعب بكتير من العدو الثابت في مكانه. بيقول لها ريمون ايوه عشان كده بسالك، العدو اللي انت سبتيه ده كان بيتحرك ومع ذلك انت قدرت تسيبيه بسهوله وتخلصي عليه. وبيبقى متضايق وحاسس بالاحباط، وبيقول لها ان هي واكتا كانوا محافظين على عدوهم وقدروا ياخدوا القرار الصح، انما هو بقى كان متوتر وما قدرش يعمل حاجه. وقبل ما يكمل كلامه بتمسكي ياتوري من وشه وبتقول له انه ليه قيمه كبيره وسطهم بسبب ان معاه بندقيه هوائيه ولازم يتعلم درس من اكتا، وهو انه بيعرف ايه اللي يقدر يعمله وايه اللي ما يقدرش عليه، وده بيخليه ياخد قراراته اسهل. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف الاميره وهي متضايقه جدا وبتلوم نفسها
نفسها وشايفه ان اللي حصل ده كله بسببها، ومن كتر العصبيه بتعض نفسها وبتنزف. وبيروح لها اكتا وبيحاول يهديها لكنها بتتعصب عليه اكتر وبتطلب منه يبعد عنها وانها ما تستحقش تكون الاميره. لكن اكتا بقى ابو قلب حنين بيتجاهل كلامها وبيوقف لها النزيف ده، وبيقول لها انه لما نزل من المركب في السفينه عشان ينقذها كان هيضحي بحياته عشانها، وعشان كده لازم تهتم بنفسها شويه وتحافظ على حياتها اللي تعب عشان ينقذها. وبتستغرب الاميره من ردة فعله جدا لانها كانت متوقعه ان هو هيكرهها. وبعد ما بيمشي بتسال ياتوري عن حقيقته اللي بيخفيها، بتقول لها ياتوري ده مجنون سيبك منه. وبنشوفه بعدها وهو حزين على الجنود اللي ماتوا دول، وكوز بيواسيه وبيقول له ان ده كله ما كانش بسببه، هم كانوا بيدافعوا على نفسهم بس. وتاني يوم بيلاقوا المنطاد وبيقول اكتا انهم هيستخدموه عشان يساعدهم انهم يعدوا الحدود، وبيقول لهم على الخطه بتاعته اللي هيسموا الاعداء بيها لان المنطاد ده بيبقى سلاح قوي جدا ومهم بالنسبه لجيش كيوكا. وبيروح اكتا واللي معاه للقائد بتاعهم وهو لابس لبس الجنود، وبيتصدموا لما بيلاقوا المنطاد طاير في السماء، وبيساوموهم عليه مقابل انهم يسيبوهم يرجعوا لمملكتهم مره ثانيه. لكن بيرفض القائد في الاول وبيقول ان مستحيل يسمح للاعداء انهم يعدوا الحدود، وبيحاول اكتا يقنعه وان كده المنطاد ده هيتدمر. وساعتها بيضطر القائد انه يوافق، وده طبعا بسبب اهميه المنطاد عندهم وانه ما ينفعش يقع في ايد الاعداء. وبيرجعوا مره ثانيه للامبراطوريه وكل الجنود والجنرالات بيبقوا مبسوطين بعودتهم جدا. وبيقول قائد الجنود للاميره انه مش مصدق انها رجعت مره ثانيه بعد ده كله، لكن بتقول للاميره انها ما قدرتش تنجي بحياتها الا بسببهم، وبتبدا تعرفهم عليهم. وبيعدي شهر وبرغم انهم بيبقوا عايشين عيشه اغنياء على الاخر في افخم فندق، الا ان اكتا بيحس بملل برضه، وبتبقى هارو مبهوره من السكر اللي قدامها. بعيده قوي هارو دي، يعني تخيل مبهوره من السكر وعاوز تاخده لاخواتها. وبيقول لها ماثيو سكر ايه يا بنتي خلي طموحك اعلى شويه، احنا هناخد مكافاه حلوه اكيد من الامبراطوريه عشان انقذنا الاميره. وبتقول يا توري انها مش عايزه غير مكافاه واحده، وهي انهم يدوها محاوله كمان في امتحان الضابط رفيع المستوى. وفي وسط ما هم قاعدين بيتكلموا كده بيدخل عليهم ريمون وواضح عليه الخوف وبيديلهم الاخبار، وبيكون اكتا نايم في امان الله. وبتروح يا توري بسرعه توري له الاخبار دي، والكارثه بتكون ان الجنود اتهزموا وخطتهم فشلت وقائد الجنود كمان مات. وبيزعل اكتا عليه وبيفتكر ان هو حذره وطلب منهم انهم ينسحبوا لان المعركه دي كده كده هم خسرانين فيها وملهاش معنى، لكنه مش بيقتنع بكلامه. وبينفعل اكتا عليه وبيمسك فيه، لكن بتفوقه يا توري وبتديله شلوت في بطنه بيجيب من الاخر. وبيقرا اكتا الاخبار دي وبيفضل يقول انا قلت لكم كان المفروض تسمعوا كلامي، لكن بينسى الزعل ده وبيخرج ياكل عادي. وبيجي واحد من الجنود وبيقول لهم ان الامبراطور بنفسه طالب يشوفهم، وكلهم وهم رايحين له بيكونوا متوترين جدا. وبتحذر يا توري اكتا انه ياخد باله من افعاله لانها مش كل شويه هتمسك فيه. ولما بيقابلوه بتعرفهم الاميره ان هم اللي انقذوها وجابوها لهنا بامان، وبيقول لهم ان اللي عملوه مع بنته ده وانقاذهم ليها كانهم انقذوا الامبراطور نفسه، وعشان كده هيكافئهم بكل اللي يقدر عليه، وهيديهم هم الخمسه لقب الفرسان الامبراطوريين. وكلهم بيكونوا مبسوطين جدا الا اكتا اللي مش بيبقى عايز كل ده ومش عاوز يفضل يحارب. وكلهم بيكونوا عارفين ان الاميره هي اللي قررت القرار ده عشان تحمس الشعب اللي هيفضلوا يحكوا ويتكلموا عن الخمس فرسان اللي قدروا ينقذوا الاميره. وبكده الشعب هينسى الجنود اللي ماتت دي. واكتا بيبقى متعصب جدا من كلامها وبيقول انها بوظت كل مخططاته، وبتقول له الاميره ان ده هيساعده جدا يحسن سمعه عيلته بسبب ابوه الخاين ده، غير المعلم بتاعه اللي بقى كافر بدينهم. وبتكمل كلامها وبتتكلم على امه وانها مجرد جاريه ملهاش لازمه، وبتبقى الاميره طبعا بتخبط في الحلل خالص. وفي اللحظه دي بيتعصب اكتا جدا وبيمسك فيها وبيقول لها لو قلت كلمه كمان عن امي هموتك. ويا توري بتبعده عنها وبتقول له انه لو عمل كده هتضطر انها تقتله هي كمان. وبعدها بيروح يقعد لوحده وبتروح لياتوري وبتحاول تتكلم معاه وتفهم ماله، لكن بيقول لها اكتا ان النهارده اكيد اسعد يوم في حياتها بعد ما اكتسبت اللقب ده، لكن بالنسبه له هو ده يعتبر اسوأ يوم في حياته ويمكن اصعب من اليوم اللي امه ماتت فيه. وبيجي اليوم اللي هيلتحقوا فيه الاكاديميه، وبيبدا القائد انه يعرفهم على باقي الفريق وبيعرفهم ان دول اللي انقذوا الاميره. وبتقرر اميره ان هي كمان تتعلم معاهم من دلوقتي، وبيبداوا ان هم يعملوا التمارين اللي بتكون متعبه جدا. واكتا مش بيبقى طايق نفسه حرفيا ومش قادر يعمل اي حاجه، ولما بيقعد معاهم بيقول لهم انا ايه اللي عملته في نفسي عشان يحصل لي كده بس، لكن بيحاول ريمون ان هو يشجعه وبيقول له انه خلاص هانت، وبيقول له انه خلاص ما فضلش قدامهم غير تمرين واحد بس ومحاضره وسباق طويل كده على العصر. انا مش عارف كده وبيشجعه، امال لو بيحبطه كان هيقول له ايه. وبيدخل عليهم 3 طلاب من الاكاديميه وبيبقوا عايزين يعملوا نمره، وبيرمي واحد منهم على الاكل بتاع اكتا دوده طويله مقرفه، وبيقول له دي حاجه بسيطه كده تجيب لك طاقه. وبيتفاجئوا جدا من رده فعله اللي مش متوقعه، وبياخد اكتا الدوده وبياكلها وبيقول له شكرا والله يا اخويا بروتين ببلاش اهو. وبيقولوا عليه مجنون وبيسيبوه وبيمشوا. وبتبدا المحاضره وبتروح الاميره تقعد جنب اكتا اللي بيبقى مش طايق نفسه طبعا، وبتحاول تفتح معاه كلام وتقرب منه اكتر، لكنه بيكسفها وبيقول لها انها لسه صغيره جدا على الحاجات دي. وفي اللحظه دي بيسالها المدرس على سؤال كده، وطبعا ما كانتش مركزه عشان كانت بتتكلم مع اكتا، لكن الغريب بقى ان اكتا هو اللي بيعرفها الاجابه. ولما الاستاذ بيساله هو كمان سؤال بيجاوب اجابه نموذجيه جدا وبيقول كل التفاصيل، وبيشرح لهم المعارك الحربيه وانها حاجه كده عامله زي الشطرنج. وطبعا كل الطلاب بيبقوا مبهورين بيه وبذكائه، لكن دي اقل حاجه طبعا عند اكتا. وتاني يوم بيتمرن ماسي وريمون اللي بيقولوا انه عايز يتدرب اكتر ويطور مهاراته دي، وهم بيتمشوا كده بيقابلوا ولد ضارب شعر اخضر كده هو كمان، وبيفضل يضايقهم هو وشلته دي. وبيروح عشان يتعرف على ماسيو وبيعرفوا ماسيو على نفسه انه واحد من الخمسه اللي انقذوا الاميره. وبيفضل اخوه يقول ان اكيد ريمون ده عطله وما كانش ليه لازمه ساعتها، وبيفضل يقول عليه جبان ومش بيعرف يعمل حاجه. وبيكمل كلامه وبيقول ان الامور لما تدخل في الجد شويه هيتخلى عن صحابه ويهرب، وبيفضل يعند
يعني كده يهزق فيه من غير اي مبرر، وبينفعل ريمون جدا وبيقول له انه مش هيعمل كده ولا هيهرب، وبيتعصب اخوه عليه جدا انه قطعه، وقبل ما يضربه بيسمعوا صوت اكتا اللي كان نايم فوقيهم، وبينط عليهم وبيرمي عليهم الحشره المقرفه دي، وبيقول له ان هو اللي جبان وما عندوش شخصيه عشان بيعمل الحركات دي، وقبل حتى ما يكمل كلامه بيتجمعوا عليه وبيفضلوا يضربوه، وبيفضل الواد ده يضحك عليه، لكن اكتا بيفضل يشتمه وبيقول له انه همجي وهو ده بس اللي يقدر يعمله، وبيقدر ان هو يلحق نفسه منهم. وفجاه ياتوري بتظهر وبتاخد هي مكانه وبتعلمهم الادب، وما حدش فيهم بيقدر انه يلمسها حتى، واخو ريمون بيسكتهم وبيمشي احتراما للاميره، لكنه بيحذره اكتا وبيقول له لو شفتك في شارع انت حر، اديني قلت لك. وبيروح اكتا بعدها لعياده الاكاديميه بسبب العلقه اللي خدها دي، وبيبقى ريمون واقف زعلان وحاسس بالذنب لان هو السبب في كل اللي حصل ده، وبتطلب منه ياتوري ما يقلقش لان اكتا اقوى من كده بكتير، وبيقول له اكتا ما تشيلش هم يا عم، اخوك بس المجنون ده لا مؤاخذه يعني بوظ النومه اللي كنت نايمها فنزلت عرفته مقامه. وبيعدي على الوقت ده 3 شهور وبيجي معاه تقسيمهم لفرق صغيره، وياتوري بيكون ليها فريق وريمون بيكون ليه فريق، وبيقابل هناك البنت دي واللي بيكون اسمها سويا، وحرفيا مش بيكون طايقاه تماما لانه اذى امها من فتره وكان على علاقه بيها، واكتا مش بيبقى عارف طلعت له منين دي، وبتتولى هي قياده الفريق، والدنيا بتتعقد اكتر لما بيحصل اختبار ودي بين كل الفرق عشان يتقاتلوا، وبيروح اكتا لسويا كده ينكشها، بتقول له عايز انا مش محتاجه لك في التمرين الجاي، وبيسالها اكتا عن السبب اللي مخليها مش طايقاه ومش عاوزه تديله القياده، بتقول له سويا انها مش شايفه خالص انه مناسب يكون قائد، ده غير ان مؤهلاته الجسديه ما تسمحش خالص، وبيقول لها انها اكيد سمعت عن المعركه الوهميه، وبيسالها لو شايفه انها هتقدر تفوز فيها، بتقول له سويا انها مش حاسه كده خالص لانهم عندهم مهاره اكبر منها بكتير، وبيتفق معاها يكون هو القائد، وبتساله سويا عن السبب، بيعرفها انه هيعمل حاجه هي مش هتقدر تعملها، وعشان كده هيثبت على الاقل انه قائد كويس مش فاشل، وبتقتنع سويا بكلامه وبتقول له لو كسبنا في المعركه الوهميه هخليك تبقى القائد على طول. وبيجي يوم المعركه واكتا بيبهر الكل وبيختار مكان مثالي عشان يخبي فيه امتعتهم، وبتروح له سويا وبتقول له فكره انهم يرموا امتعتهم كده دي غلط جدا، وبيعرفها اكتا انه مش بيرميها ولا حاجه هو بس بيخزنها، وبتساله طب هنعمل ايه لو احتاجناها في المعركه، بيقول لها اكتا انه اختار اللي هم هيحتاجوه كويس جدا، وهو اللي بقى متحكم في المعركه كلها، والخصم بتاعه بيكون اخو ريمون الواد الغدد ده، وبيبقى متوقع ان هم اللي هيفوزوا، وبيعمل اكتا خطه وبيخليه هو اللي يروح له في المكان اللي اختاره امبارح، وبتبدا بينهم معركه، وبيكون فريق اكتا منظم واقوى بكتير من الفريق الثاني، وحرفيا مش بيبقوا عارفين يواجهوهم، وبيأمر قائد الفريق ان هم ينسحبوا على طول، وواحد من فريق اكتا بيبقى خلاص هيقتله، لكن بتيجي ياتورو وبتنقذه على اخر لحظه، واول ما بيلاحظ اكتا وجودها بيبلغ الفريق ان وقت القتال خلص خلاص، وبيأمرهم ان هم ينسحبوا، وبتقول ياتوري ان هم يغيروا موقعهم، وبتطلب من الفريق ان هم يحموا حلفائهم اثناء الانسحاب، وبتأمرهم ان هم يروحوا للغابه الشماليه، وبعد ساعتين من المعركه بياخدوا هدنه، وبيبقى حرفيا كلهم طاقتهم خلصت ومش قادرين وعلى اخرهم، وبيقول ماسي انهم قدروا يخلصوا على عدد كبير من رجالتهم، وبيسأل لو ممكن يستسلموا بعد ده كله، بيرد عليه اكتا وبيقول له طول ما المجنون ده معاهم فهيخليهم يقتلوا لحد ما يخلصوا كلهم، وبيطلب منهم ان هم يغيروا تشكيلهم، وبيطلب من هارو انها تهتم بالجرحى وتعالجهم، وبتروح له الاميره وبتحييها على المجهود اللي عمله وانهم قدروا يهزموهم، وبيعيش اكتا الدور بقى وبيقول لها احنا لسه بس بنبتدي التدريبات بتاعتنا، وبيطلب منها انها تمشي من قدامه دلوقتي، وده بيعصبها جدا، وعلى الناحيه الثانيه الواد ده بيبقى متعصب جدا هو كمان، وبيفضل يزعق لياتوري وبيقول لها انها كان المفروض توصل لهناك بدري عن كده، وبتعتذر ياتوري وبتقول ان الفرقه هي اللي كانت بطيئه جدا، وبيسالوا اخوه المفروض يعملوا ايه تاني بعد كده، بيقول له انهم هينصبوا ليهم كمين في الطريق للغرب وساعتها يمسكوهم ويخلصوا عليهم، وبيبقى مستحلف لاكتا وبيقول انه هيمسح الضحكه اللي على وشه دلوقتي دي، وبنرجع لاكتا والباقي وبيكون متوقع انه بيغلي في نفسه دلوقتي عشان ينتقم منهم، وبناء على كده مش هم اللي هيستهدفوهم. بتستغرب سويا جدا وبتقول امال ازاي هنفوز في المعركه دي، بيطلب منها اكتا انها تنسى خالص فكره ان هم يطاردوا العدو، وبيكمل كلامه وبيقول ان مطارده شخص ده شيء متعب جدا، لكن التعرض للمطارده ده متعب نفسيا برضه، لكن دفع شخص ان هو اللي يطاردك ده ممكن يبقى حاجه ممتعه، وسويا طبعا مش بتبقى فاهمه حاجه من كلامه ده، وبعد ساعه بيبقى عملوا الكمين ده ومستنيينهم، لكنهم بيستغربوا جدا ان مفيش اي حد جه، وبيشكوا انهم مش مهتمين بالقتال اصلا، وفي اللحظه دي بيجي واحد من الجنود وبينقل الاخبار للقائد، وهي ان فريق اكتا انتشر في كل حته عشان يسدوا المخرج الشمالي للغابه، والقائد مش بيبقى فاهم هما بيخططوا لايه بالظبط، وبتقول يا توري انهم مشوا في الطريق اللي هم يربوا منه، وبتقول كمان انهم لازم يستخدموا المخرج الشمالي عشان يوصلوا للقاعده المركزيه، ولو سدوا المخرج في نهايه المعركه الوهميه هيخسروا على طول لانهم حتى مش هيقدروا يرجعوا لبيوتهم مره ثانيه، وبيتعصب القائد جدا، وبعدها بشويه بيلاحظ اكتا انهم داخلين عليهم خلاص، وبيطلب من الفريق بتاعه ان هم يخدعوهم بانهم بيجهزوا عشان يضربوا عليهم نار، وبيطلب منهم ان هم ما يبعدوش جدا ويتعاونوا مع بعض، وعلى الناحيه الثانيه القائد مش بيبقى شايف قدامه من الغضب، وبيطلب من الفريق انهم حتى لو هيموتوا خلاص ما يستسلموش ابدا، وقبل ما يتم الهجوم بيتفاجئ بشيء ازرق غريب اتضرب على دماغه، ودي بتكون بندقيه ريمون الهوائيه، وبيتعصب القائد جدا وبيبدا الهجوم بينهم، وفريق اكتا طبعا بيبقى اقوى بكتير، وبتقول يا توري للملازم شوشوراف ان القائد سقط، وبتطلب منه يتولى القياده بداله، وبيقول لها ان الفوز في المعركه دي شيء مستحيل وانهم لازم يهربوا، وبيطلب منها انها تمهد لهم الطريق، وفعلا بتعمل كده وبيهربوا، وبعدها مش بيبقى موجود غير فريق اكتا، وبيقول انهم ما قدروش يهزموهم لكن هروبهم ده كان انتصار كبير ليهم، وكل الفريق بيفرح جدا وبيفضلوا يهتفوا بصوت عالي، لكن بيسكتهم اكتا
وبينادي على 4 جنود اللي كان ملاحظ ان هم مش مركزين في المعركه، وبيبدا يديهم محاضره وبيعرفهم المفروض يعملوا ايه بالظبط، وبيطلب منهم كمان ان هم يفضلوا وراه على طول ويسمعوا كلامه، وساعتها هيكسبوا كل المعارك وهتكون سهله جدا بالنسبه لهم. وكل الفريق بيفضل يشجعه وينادي باسمه، وبيخرج اكتا وبيفضل يشكرهم وبيروح لماسي وريمون اللي بيقول له انه شاف الاميره لما كانت مستخبيه في الغابه وكانت بتجري ناحيه الغرب ومعاها حراسها الملكيين، وبيخمن انها راحت عشان تشوف يا توري ولا حاجه. بيقول لها اكتا ان الاتجاه ده غلط خالص واكيد الاميره عارفه كده ومفيش سبب يخليها تروح ناحيه الغرب اصلا. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف الاميره هي وحراسها وهم بيجروا وبتسال عن اكتا لانها بتكون فاكره ان هو اتصاب، وفجاه بتحصل حاجه غريبه وكل الحراس دول بيتقتلوا، وقبل ما تهرب بتلاقي قدامها شخص ضخم جدا وبتقع على الارض وبتستوعب ساعتها ان ده كان طعم عشان يستدرجوها، وبتسال الشخص ده واللي بيبقى اسمه تسون انت ليه بتعمل كده، وبيكتم نفسها على طول بمنديل لحد ما بتفقد الوعي. وبنشوف يا توري وهي بتقول لشوشوراف ان المعركه الوهميه قربت تنتهي خلاص، وبتطلب منه انهم يبعتوا اشاره الاستسلام. ولما القائد بيسمع الكلام ده بيتعصب جدا وبيقول انه مش هيسمح بحاجه زي دي تحصل ومش هيستسلم ابدا. بتعرفوا يا توري ان رفضه ده مش بيضر غير سمعته هو، ولو استسلم من دلوقتي فهيقدر ان هو يقول انه نجح في انسحابه الاخير. وبيفضل القائد يعيط لان ما كانش عاوز ده يحصل ابدا، ويكتب بيبعت رساله عن طريق الصوت ليا توري عشان تلحق الاميره، والجنود دول بيبقوا ماشيين بالاميره وهي فاقده الوعي طبعا ومش بتبقى عارفه هم عاوزين منها ايه بالظبط. وفي اللحظه دي يا توري والباقي بيوصلوا وبيحاصروا الجنود، وبتخرج يا توري وبتطلع السيف بتاعها وبتحطه على رقبه اتسون وبتطلب منه ما يتحركش لانه لو اتحرك حركه بسيطه بس، وبيطلب اتسون من باقي جنوده وهو متعصب انهم يضربوا عليها نار ويخلصوا عليها، لكن الغريب ان محدش بيديله اي اهتمام، وبيتضايق اتسون وبيقول لهم يا خساره التدريب اللي ضربته لكم يا كلاب. وبتفوق الاميره واول ما بتستوعب الوضع بتفضل تصوت، لكن بتهديها يا توري وبتقول لها ان هي هتنقذها، وبتؤمر اتسون انه يسيبها وفعلا بيعمل كده، وبيقول لها انا هحكي لك عن الدافع اللي خلانا نتخلى عن كبريانا كجنود ونعمل تصرف طايش زي ده. وبيكمل كلامه وبيقول انهم كانوا تلاميذ للضابط ريكان اللي توفى من فتره، وخبر موته ده اثر فيهم جدا وكانوا عايزين ياخدوا حقه باي طريقه، اللي اتقتل وهو بيحاول يتستر على فشل سياسي بحياه الاميره اللي ملهاش اي قيمه. وفي اللحظه دي بينفعل جدا وبيهجم على الاميره عشان يخلص عليها، لكن بتوقف له يا توري وبتحاول تضربه بالسيف بتاعها، لكن المشكله ان هي مش بتعرف وبتقع على الارض وبيخنقها وبتبقى خلاص يا توري هتفقد الوعي وتموت. وفي اللحظه دي بيظهر ريمون من ورا الشجره وبيقدر انه يصيب اتسون، وبتستغل يا توري الفرصه وبتاخد السيف بتاعها وبتضربه بيه، وبتقدر انها تخلص على باقي الجنود في ثواني بس بكل شجاعه، وبتبقى حرفيا فقدت السيطره على نفسها والدم بيملى المكان كله، وكل ده عشان بس الاميره تكون بخير. وبيظهر اكتا وبيفضل يتريق على شكلها لانها بقت مليانه دم ولونها بقى احمر، وبيقدر يفوقها من الحاله اللي كانت فيها. وبيروح اكتا القائد الجنودي اتسون قبل ما يموت وبيطلب منه يشرح له اللي حصل ده، وبيقول له اتسون ان طريقه قتاله شبه طريقه قتال ريكان، وبيساله لو دي صدفه، وقبل ما يرد عليه اكتا بيبقى مات خلاص. وبتبقى الاميره قاعده بين الجثث والدم ده كله ومش مستوعبه اي حاجه، واول ما اكتا بيكلمها بس بتنفجر في لياقته وبتجيب القديم والجديد كله ومحدش حرفيا بيعرف يسكتها. وبتعدي الايام وبنشوف يا توري وهي بتتدرب وبتقول لنفسها انها مجرد سيف وبس ولازم تحافظ على كونها قويه عشان يبقى ليها اهميه في المملكه، والروح بتاعتها بتكون قلقانه عليها جدا وبتشجعها وبتقول لها ان عمرها ما كانت مجرد سيف. وبتسرح يا توري وبتفتكر زمان لما المعلم بتاعها كان عايش وهو اللي وصل لها الرساله دي انها مجرد سيف للمملكه. وبتبقى يا توري بتتفرج على اكتا ومستغربه جدا من افعاله لانه بيكون بالنسبه لها طفل طبيعي عايش طفولته عادي، على عكسها هي اللي اتحرمت من كل حاجه واتكتب عليها انها تبقى مقاتله من بدري قوي. لكن بيحاول اكتا انه يصاحبها ويقربوا من بعض اكتر، وبيحاول يخليها كمان طفله طبيعيه عشان تقدر تتعامل مع الاطفال اللي في سنها بدل ما هي واخده شخصيه وليه عندها 40 سنه كده. وبتعرفه يا توري انها ما قابلتش حد في سنها قبل كده وعشان كده مش عارفه المفروض تتعامل ازاي. وبيقول اكتا ان التفكير في الموضوع بس غريب، وبيقول لها انت كده اكيد ما تعرفيش حاجه عن اللعب والحاجات دي مش كده. وقبل ما ترد عليه بيقوم بكل حماس وبيطلب منها انها تروح معاه ويلعبوا سوا، وفعلا بتروح معاه وبيفضلوا يضايقوا في الناس ويرازوا فيهم وبس. وبياخدها بعدها وبيروح لبيته وبيعرفها على امه، وبتبدا يا توري تعرف نفسها كانها بتقدم نفسها في الجيش، وبترحب بيها امها وبتحبها جدا، وبتطلب منها تروح تكمل لعب مع اكتا لحد ما الاكل يجهز وياكلوا سوا، وبتعاملها كانها بنتها، وبتحس يا توري انها وسط عيلتها. وفي يوم بيبقى اكتا واقف بره بيجمع الخشب وبيتفاجئ بوجود ذئب بيقرب وخلاص هيهجم عليه ومش بيكون عارف يتصرف ازاي، وبتلحقه يا توري وبتدخله بسرعه وبتقفل الباب على طول. واكتا يا عيني بيبقى خلاص هيعملها على نفسه، وبيقول انا اول مره اشوف ذئب قريب مني قوي كده. ولما بيبص عليه من الفتحه اللي في الباب بيلاقي انه عددهم زاد وبقت عشيره كامله، وشكلهم كده جعانين جدا بسبب الجفاف اللي كان موجود لفتره طويله، وبيفضلوا يفكروا المفروض يعملوا ايه في وضع زي كده. وبتقول يا توري انهم لازم يفضلوا هنا لانهم كده هيكونوا بامان اكتر، وبيجهزوا كل الاسلحه اللي معاهم، وبتبقى مهمتهم انهم يقتلوا او يطردوا كل الذئاب دي، المهم ما فيش حد منهم يتاذي. وبيتفقوا على خطه، ولما بيجي الليل الذئاب دي بتحاصرهم وبيبداوا ان هم يقتلوهم، وبينجحوا في انهم يبعدوهم عنهم شويه، وبيقعدوا يفكروا مع بعض وبيقولوا ان القائد بتاع الذئاب دي ذكي جدا. وبتقول يا توري انهم لازم ياخدوا بالهم كويس جدا لان لو ما استسلمش محدش عارف ايه اللي ممكن يعمله. وبعدها بشويه بيحاصروهم مره تانية وبيقدروا يخلصوا على 2 منهم، لكن للاسف واحد
منهم بيهجم على السقف وبيقدر انه يكسره ويدخل، وحرفيا اكتا بيبقى هيعملها على روحه، وبتروح ياتوري على طول عشان تحميه، وبتطلب منه انه ما يتحركش من وراها عشان ما يحصلوش اي حاجه، وبيقدروا ان هم يشتتوه وبينطوا في الصندوق الموجود ده، وباقي الذهاب بيقدروا ان هم يدخلوا، وبيبقى اكتا خايف جدا لكن بتطمنه ياتوري وبتقول له انها هتحميه حتى لو هتضحي بحياتها عشانه، لكن بيتعصب اكتا عليها وبيقولها انهم لازم يرجعوا للبيت سوا، واي حاجه غير كده فهيبقى غباء كبير، ولو اتعاونوا مع بعض هيقدروا يعدوا من اللي هم فيه ده، وبيبدا يشجعها وبيقول لها ان هم هيخرجوا من هنا سوا، وبيعملوا خطه وبيخرجوا من المكان وبيولعوا فيه، وبيفضلوا واقفين بره مستنيين اي ذئب يهرب عشان يقضوا عليه لحد ما بيخلصوا عليهم كلهم، ومش بيبقى فاضل غير قائد القطيع ومراته بس، وفجاه بيسمعوا صوت ذئب صغير واللي بيكونوا ابنهم، واول ما بيشوفوه بيمشوا هم الثلاثه، واخيرا الموضوع بيخلص، وبتعدي الايام والسنين وبيقربوا من بعض اكتر، لكن للاسف اكتا بيختفي والمعلم بتاعه كمان بيتقبض عليه، وفي وسط وحدتها دي بيظهر اكتا مره تانية وبيقول لها انه هياخدها لدوله تانية اكتر امان واحسن بكتير من الدوله اللي ما فيهاش مستقبل دي، وبنرجع للحاضر وبنشوف هارو وهي قاعده مع ماسيو وبيلعبوا شطرنج سوا، وبيقدر انه يكسبها بكل سهوله، وبتفضل كده تشكر فيه وبتقول انها متاكده انه لو لعب مع اكتا وياتورو ذات نفسهم هيقدر انه يكسبهم من غير ما يعمل اي مجهود كمان، لكن بيتحرج ماسيو وبيقول لها ان ده مستحيل، وبتساله لو الموضوع ده بيجرحه ولا حاجه، بيكمل ماسيو كلامه وبيقول لها ان هم مش بس ممكن يكسبوني في الشطرنج، دول يقدروا يكسبوني في اي حاجه تانية، وبيتاكد فعلا هارو على كلامه وانهم في مستوى اعلى منه بكتير ومحدش يقدر يهزمهم، والكلام ده طبعا بيضايق ماسيو جدا لكنه مش بيبين، وبيقوم وبيعرفها ان هيروح لاوضه سجلات الحرب عشان عاوز يعرف اكتر عن تشكيل الدفاع النهري، وبيفضل يفكر في كلامها وبيقول ان هو هيوريهم ايه اللي هو يقدر يعمله، وبيجي الليل وبنشوف ريمون وهو بيتدرب وبيفتكر لما قدر يسيب ايتسون، وبيقول ان هو قدر يسيبهم وان البعد عن الهدف مش لازم يكون حاجه وحشه دايما، وانه ما ينفعش يبقى قلقان ومتوتر بعد كده، وتاني يوم في الاكاديميه بيبقى اكتا نايم على الارض وبتروح له هارو وبتساله عن اللي هو بيقراه ده، وبيعرفها انه بيقرا ورق من تاليف الدكتور اتاري، وبيحكي لها انه اتعلم على ايده وكان واحد من تلاميذه قبل ما يسجنوه، ويقولوا عنه مختل عقليا بسبب الابحاث العلميه اللي قدر يوصل لها اللي طبعا بتخالف معتقداتهم الدينيه لدرجه ان هم قالوا عليه كافر، وبيحكي لها كمان انه كان ذكي وعبقري جدا، وهو دلوقتي بيحاول يوصل لكل ابحاثه اللي الدول نفتها لاماكن مجهوله، وبيروح بعدها لماسيو وريمون اللي بيبقوا بيتكلموا انهم اخيرا هيروحوا للمنطقه الشماليه، وريف شيناك منتشر هناك في كل حته في الموقع، فاكيد طبعا مش هيكون امن، وبيقول اكتا لماسيو انه ما يعرفش حاجه عن ريف شيناك وعن الحاجات الحلوه اللي هيشوفها هناك، وبيحكي لهم ان زار القريه دي مع ياتوري زمان كجزء من بعثه البحث بتاعتهم، ودرسوا هناك الطقس والطبقات الجيولوجيه في الجبال العاليه، لكن افضل جزء بالنسبه له هو انه كان بيتعرف على السكان المحليين للقريه دي. بيرد عليه ماسيو بيقول له انهم همجيين جدا ومش بيبقى فاهم ايه الممتع في كده، بيقول له اكتا جيت الحق ان لو ذكرت سبب واحد فهو البنات الحلوه الفرفوشه اللي هناك دي، وبيقول له ماسيو انه كده كده ذوقه في البنات مختلف تماما عنه فمش متوقع منه حاجه. وعند الجبل بنشوف جنديه قاعده بتقرا في كتاب معين وبتجري عليها زميلتها وبتفضل تقول لها وصلوا اخيرا الخمس فرسان اللي قدروا انهم يحموا الاميره، وصلوا خلاص للقاعده. المهم بيروحوا بعدها كلهم للحاميه الشماليه وبيرحب بيهم قائد الحاميه وبيقول انه مش عايز يتكلم في اخبار مش كويسه اول ما يوصلوا كده، لكنهم اكيد عارفين خبر سقوط المنطقه الشماليه، وبيقولوا انهم لازم يتحدوا مع بعض عشان يرجعوا كرامتهم مره ثانيه من الهجوم اللي حصل ده، ويعملوا هجوم مضاد على مملكه كيوكا. وبيدخلوا بعدها يشربوا حاجه كلهم، ونائب القائد بيعرفهم على نفسه وان اسمه تواج، وبيبدا يشرح لهم ايه اللي هيعملوه هنا بالظبط، وبيبقى واضح عليه ان هو تعبان جدا، وفعلا بيلاحظ ماسيو والباقي الموضوع ده، وبيقولوا انه شكله كده هيقع من طوله، وبيقول اكتا ان اكيد ده بسبب الضغوط اللي هو بيتعرض لها. وفي وسط الاحتفالات دي بيبقى اكتا واقف لوحده زهقان، وبيروح لواحد تاني وبيساله لو عنده روح النور هو كمان، وبيبدا اكتا انه يعرف نفسه، كمان الشخص التاني ده بيعرفه على نفسه، وبنعرف انه ملازم اول واسمه سينبا وهيبقى المدرب بتاعه الفتره كده، وبيبداوا يتكلموا مع بعض شويه، لكن بيقطع كلامهم ده صوت شخص ضخم جدا بينادي على ياتوري، وبيقول لها انه كان مستني اللحظه دي من زمان، وبيعرفها على نفسه وان اسمه دينكون وعنده 26 سنه ورتبته هي ضابط صف وانه يعرف عنها كل حاجه، وبيرمي لها سيف وبيقول لها وريني شطارتك بقى، وبتسال ياتوري القائد لو المكان ده مسموح انهم يتبارزوا فيه، وبيتناقش القائد مع تواكو وبيقول لها خدي راحتك بس خليكي عارفه ان مهارات دينكون في السيف مفيش زيها، وحرفيا مفيش زيه في الحاميه الشماليه كلها، لكن مش بتهتم ياتوري وبتبدا المبارزه بينهم، وبيقول اكتا ان ده كله مجرد استعراض والهدف منه هو الاستهزاء بياتوري وعيلتها اكسيم، والسيف بتاع ياتوري بيكون صغير جدا مقارنه بالسيف بتاع دينكون وبتواجه صعوبه قدامه، وكلهم بيلاحظوا ده وان مكانها ما اتغيرش من بدايه المعركه، لكن المفاجاه رغم كل ده بتقدر انها تتفوق عليه وبتطير له السيف بتاعه اللي عمال يتفشخر بيه ده، وكلهم بيكونوا مبهورين منها، وبتسلم عليه ياتوري بعدها وبتقول له ان هجماته كانت قويه جدا واتشرفت انها خدت فرصه انها تقتله، وكل الموجودين بيفرحوا جدا وبيهتفوا باسمها، وبتقول الاميره ان ده بالظبط اللي هي كانت متوقعه تشوفه، وبيقول لها اكتا ان كل ده لحمايه نظام الامبراطوريه، وياتوري بتخاطر بحياتها لانها واثقه ان الاميره هتأدي واجباتها وتعمل اللي عليها كفرد في العائله الامبراطوريه، وبيطلب منها ما تنساش ابدا مهما كانت احلامها كبيره برضه ما تنساش. وبعد اليوم الطويل المتعب ده بيجي تاني يوم وبياخدهم سيمبا عشان يعرفهم على المكان، وبيقول لهم ان هم جم في الوقت المناسب وان الامور كانت متوتره جدا، وبيبدا يحكي لهم عن عشيره شيناك واللي بتكره جيش
المملكه جدا، ودايما الجيش كان بيعمل لهم حملات تأديبيه عشان يعلمهم الادب. وواحد من الفريق كده بيقاطع كلامه وبيساله ايه فايده اللي احنا بنعمله ده؟ احنا بنعدي من نفس المنطقه دي بقالنا 3 ساعات ومش بنتدرب ولا بنعمل حاجه. وبيبقوا اذكياء جدا وعارفين انهم واقفين هنا عشان الكلمتين اللي هو بيقولهم دول. هم بيخوفوا العشيره بان الجيش موجود ومحدش يقدر يعمل مشاكل في المنطقه. وبينبهر سيمبا بذكائهم، وبتجيله رساله من سول بتعرفه فيها ان اكتا مش موجود وانه عارف الكلام اللي بيقوله ده، وعشان كده راح للقريه عشان يستكشفها. وفي الوقت ده بنشوف الجنديه اللي شفناها من شويه وبنعرف ان اسمها كانا، وبنشوفها وهي بتتخانق مع ضابط اعلى منها في الرتبه لانهم هيصادروا كل الكتب الموجوده في معسكراتهم. وبيزعق لها الضابط ده وبيستغرب هي ازاي بتكلمه كده وهي ما عندهاش رتبه اصلا، وبيقول لها بدل الوقت اللي بتضيعيه في القرايه ده اعملي تمارين او اي حاجه تفيدك. واول ما بيلمس الكتاب بتاعها بتتضايق جدا، وبيعرف ساعتها انه كتابها. واول ما بياخده بيتفاجئ جدا وبيقول لها انت بتقري كتاب من تاليف الكافر اللي اسمه اتاري. بتتعصب كانا وبتقول ان محتوى الكتاب ملوش علاقه خالص بالمؤلف، لكن بيقول لها الضابط ده انه خلاص جاب اخره منها ولازم يعلمها الادب. وبيرفع ايده وبيبقى خلاص هيضربها بالكتاب، لكن بيمسكوا اكتا على اخر لحظه وبيقول له على مهلك يا عم، ما ينفعش تستخدم الكتاب بالطريقه دي كده. وبيتعصب عليه جدا وبيقول له انت مين انت كمان؟ بيرد عليه اكتا وبيقول له اعتبرني فارس اسطوري عابر ومهمتي في الحياه ان امسح دموع البنات كلها واخلي حياتهم احسن. بيستغرب منه بيساله انت واحد من الفرسان اللي الناس كلها بتتكلم عنهم؟ وبيروح اكتا يقف قدام مكتبه الكتب دي وبيقول ان الكتب دي مش رخيصه ابدا بالنسبه لشخص عادي، وبتعتبر ثروه حقيقيه حتى لو كانت مستعمله. وبيلقح عليه بالكلام وبيقول ان هو عايز ياخدهم عشان يبيعهم، لكنه بيتعصب جدا وبينكر الكلام ده على طول. وبيروح اكتا وبيشوف الكتب اللي هو واخدها وبيقول له يا ترى بقى عارف مين اللي هيشتريهم ولا هيضحك عليك فيهم؟ وفي اللحظه دي بيتعصب اكتر وبيضربه في بطنه وبيقول له انا كنت ناوي اسيبك عشان الاميره بتحبك، لكن انت عيل قليل الادب ولازم تتربى. وبيروح عشان يكمل عليه وبيخبطه في الحيطه، ولسوء حظه بيقع عليه عنكبوت ضخم وبيستغل اكتا الموقف وبيفتح له القميص وبيدخل العنكبوت جوه. وساعتها الضابط ده بيتجنن وبيفضل يتنطط وبياخد اكتا الكتاب بتاع كانا من الارض وبيروح يديهولها، وهي بتفرح بيه جدا وبتفضل تشكره وبتعرفه على نفسها كمان. وبيفضلوا يتكلموا عن الدكتور اتاري وبتعرفوا انها كانت واحده من تلاميذه وانها بتحب كتبه جدا. وفي اللحظه دي بيدخل سيمبا عليهم وبيقول له اخ انا ما شفتش في بجاحتك، بقى سايب التمرين وجاي يقف مع البنات، وبيشدوا من قفاه وبياخدوا معاه. واكتا وهو مسحوب كده بيعرفها انهم زمايل وان هو كمان تلميذ دكتور اتاري وان كده هيبقى بينهم كلام كتير. وبتتفاجئ كانا من كلامه جدا وبياخد سيمبا اكتا للسجن عشان يعاقبه على اللي عمله ده، وبيقول له استحمل بقى لمده 3 ايام ولا اكل ولا ميه. وبيقول له اكتا انت عبيط يا عم ولا ايه؟ ما انا كده هموت. وبيحاول يهرب منه وبيقف قدام سجن من السجون وبيتفاجئ جدا من اللي هو شايفه وبيسال سيمبا ايه ده. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف بنت غريبه بلبس اغرب واقفه على الجبل وبنعرف ان اسمها نانكو، وبيسالها المساعد بتاعها واللي بيكون اسمه ميرازي هنبدا امتى وننفذ خطتنا. وبترد عليه وبتقول له ان ده دورهم عشان يربوا جنود الوحده الشماليه وكمان يرجعوا ارضهم المسروقه مره ثانيه. وشكل كده الاحداث الجايه هتولع والحرب هتقوم. المهم يا صديقي تاني يوم بيبقوا قاعدين كلهم في حانه وبيتفاجئوا بديكون وهو داخل عليهم ومش بيسيبهم قاعدين في حالهم، وبيطلب من ريمون انه ينزل له جوله كده ويشوف مين اقوى من التاني. وبيحاول ريمون يفهمه انه مش بيعرف يمسك السيف حتى فمش هيبقى عنده اي فرصه معاه. وبيفضل ديكون يتريق عليه وبيقول له امال هتحمل اميره ازاي وانت ما فاكش قلم كده؟ وفي اللحظه دي بترد عليه الاميره ذات نفسها وبتقول لها انها مش هتسمح له يهين حد من حراسها. وبيقلب ديكون قدامها قطه صغيره وبيفضل يترجاها تسامحه ومش بتبقى عارفه تسكته منين ده. وبتقترح يا توري انهم يتحدوا بعض في لعبه شطرنج، ولو ديكون هو اللي كسب يبقى فعلا جندي كويس. وبيوافق ديكون على طول، لكن للاسف بيخسر بفرق كبير وبيمشي وهو متنكد عليه ومتعصب. ولما بيلاقي اكتا قدامه اللي يعني بيبقى هيموت بيزقه وبيكمل طريقه، وبيطلب اكتا منهم ان هم يشربوه بسرعه لانه بقى عامل زي الصباره خلاص. وبعد ما بيشرب بترجع له الحياه تاني وبيبقى نايم على رجل الاميره وبتساله لو في حاجه معينه عايز يقولها لها، وبيقول لها اتمنى يعني المره الجايه اللي انام فيها على رجل واحده رجلها ما تبقاش عظم بس زي حالتك كده عشان انا دماغي صدعت خلاص. ولما بتسمع الاميره الكلام ده بتتعصب جدا وبتضربه على دماغه وبتقول له انا غلطانه ان شاء الله تموت هنا، وبتسيبه وبتمشي لكن مش بيهتم بكلامها وبيفضل ياكل وبس. وبيروحوا بعدها كلهم عشان يوصلوا عربيات التمويلات والاكل اللي القريه محتاجاها، ولازم كل الجنود يكونوا موجودين عشان يحملوا البضاعه دي من قطاع الطرق. وبتبقى يا توري مستغربه جدا ان الرائد بنفسه معاهم مع ان المفروض دي مهمه سهله، لكن بيعرفها القائد ان هو اكيد عنده سبب قوي قوي عشان يجي كده. وبيسالها لو هي مش حابه المهمه دي، لكن بتقول له انها مؤمنه ان الجيش لازم يحارب عشان يدافع عن السلام وما ينفعش ابدا انهم يختاروا الحرب عن السلام. وبتقول له انها متاكده ان ده برضه سبب وجوده في مهمه سهله زي دي. وبيوصلوا بعدها وبتبقى كانها فرحانه جدا انهم اخيرا وصلوا لانها يا عيني كانت بتزق العربيه. وبتتفاجئ باكتا اللي خارج لها من العربيه وبيقول لها ما تفرحيش قوي كده احنا لسه ما وصلناش بشكل نهائي. وطبعا بتتخض منه وبتبقى هتقطع الخلف وبيسكتها اكتا وبيخرج من العربيه وطبعا بيفضل يعاكسها وبتقول له انت كنت في العربيه ده كله عشان كده انا ما قدرتش ان اتحرك بيها يا عديم الرجوله والانسانيه انت. بيقطعها اكتا وبيقول لها لا يا حبيبتي انا كنت نايم في العربيه وانت اللي حركتيها من غير ما تستاذنيني ولا تشوفيني اصلا فدي غلطتك انت بقى. وقبل ما ترد عليه بياخدها وبيقول لها انت المفروض تستغلي وقتك اكتر من كده على فكره، هو انت بتروحي المكان جديد كل يوم؟ وبيتمشوا في القريه شويه وبتبدا كانت تتكلم وتتناقش معاه في كتاب دكتور اتاري، وبتبقى كانت مثقفه جدا لدرجه انها وصلت لتحليلات
علميه عميقه وبتبقى خلفت معتقدات دينها كمان بتفكيرها ده، وبيسمع اكتا لكلامها كله وبيبقى فرحان انها مستقله بتفكيرها، واخيرا لقى حد بيفكر زيه وبيحب العلوم، ومن كتر الفرحه بيفضل يرقص معاها وهي مش بقى فاهمه هو شارب حاجه ولا ايه ده. وفي الوقت ده بتبقى ياتوري وصلت الرائد واللي معاه للقلعه اللي في القريه وبتستناهم بره عشان ما ينفعش تدخل، لكن الغريب انهم اول ما بيدخلوا بيتفاجئوا ان كل اللي في القلعه مقتولين، والمصيبه انهم مش بيقدروا يهربوا وبيلاقوا الاعداء قدامهم وحاصرينهم من كل مكان. وعلى الناحيه الثانيه بيفتكر اكتا اللي شافه لما كان في السجن وخلاه يستغرب جدا، وهو ان قائد الوحده الشماليه امر جنوده بانهم يخطفوا كل الارواح بتاعت عشيره شيناك، وده طبعا مخالف للدين والقانون، وبيقول له سيمبا انهم ما يقدروش يخالفوا كلامه ولا اوامره، واضطر ان هم يعملوا كده، وبرضه ما يقدروش ينكروا ان قراره ده قلل جدا من المشاكل اللي بتحصل من العشيره دي. وفي اللحظه دي بيسمعوا كلهم ضرب النار اللي جاي من القلعه، وبتتخض ياتوري جدا وبتدخل لهناك على طول، وبتتفاجئ ان الرائد وكل اللي معاه اتقتلوا، وقبل ما تعمل اي حاجه بيهربوا على طول، وبيقول واحد منهم ان مهمتهم خلصت خلاص، لكن طبعا ياتوري مش بتسيبهم وبتخرج عشان تلحقهم وتقضي عليهم، وبيدخل اكتا وكانا بعد ما هي بتخرج على طول، ولما بيشوفوا المنظر ده بيستغربوا جدا ومش بيبقوا فاهمين ليه كل ده حصل. وعلى الناحيه الثانيه بتلحق ياتوري ومعاها شويه من الجنود بالاعداء دول، وبتلاحظ ان هم عاملين ليهم كمين، وبتؤمر الجنود ان هم يوقفوا الهجوم ده فورا، وبيتفاجئوا ان الاعداء كلهم واقفين مستنيينهم فوق الجبل، وبتسالهم ياتوري ليه عملوا كده، وبيبقوا دول عشيره شيناك وزعيمتهم اللي هي نانكو عايزه تنتقم من الجيش، وبتقول انهم سارقينهم وحارمينهم من كل حقوقهم، حتى محرومين من ان هم يبيعوا اي حاجه، ومش مسموح لهم غير ان هم يشتروا شويه خضار وفاكهه بس، ولما اضطر جزء منهم انه يسرق عشان يعوض احتياجاته قتلوهم كلهم، وفوق كل ده بيسرقوا الارواح المقدسه بتاعتهم. وبعد ما ياتوري بتسمع منها الكلام ده كله بتسالها عن المتطلبات بتاعتها وعايزه الجيش يعمل معاها ايه بالظبط، بتقول لها نانكو انهم مش عايزين حاجه، هم بس هيرجعوا كل حاجه زي ما كانت قبل كده، وهيهزموهم ويرجعوا الارواح المقدسه بتاعتهم مره تانية، وبتحاول ياتوري تهديها وبتقول لها استهدي بالله بس ونحلها ودي، لكن نانكو بتبقى مصممه على موقفها وبتعلن بدايه الحرب المقدسه عليهم، وقائد الوحده الشماليه بتوصل له كل الاخبار دي وكمان خبر موت الرائد، لكن المفاجاه بقى ان هو حتى مش بيبقى فارق معاه، وبيأمر الجنود ان هم ما يبلغوش القياده باي حاجه، وانه لما يحل هو المشكله دي هيبقى يبعت تقرير، وبيبقى مستعد للحرب وانه يخلص على عشيره شيناك كلها. ولما بترجع ياتوري الوحده مره ثانيه بتحكي لهم كل اللي حصل، وبيسالها اكتا وبيقول لها انت متاكده انها قالت بدايه الحرب المقدسه؟ بتقول له ياتوري ايوه هي قالت لي كده بالظبط، وبيفضل يفكر في الكلام ده، وبيقول ان مصطلح الحرب المقدسه مش موجود اصلا في لغه عشيره شيناك، وان الحرب بالنسبه لهم هي مجرد وسيله عشان يخلوا حياتهم احسن مش اكتر، ومش بيعتبروها حاجه مقدسه، الحاجه المقدسه الوحيده بالنسبه لهم هي الارواح بتاعتهم. وبتسال ياتوري يعني سبب حربهم المقدسه دي ليها علاقه بالارواح الخاصه بيهم، وبتقول انهم اكيد بيقولوا انها حرب مقدسه عشان هم هيرجعوا الارواح بتاعتهم اللي هي مقدسه بالنسبه لهم برضه، لكن بيقول اكتا ان هو مش شايف ان ده السبب الحقيقي، وان اكيد في حد بيقدم لهم مبررات جاهزه للحرب وبيشجعهم عليها. وبالليل بتبقى كان قاعده بتقرا الكتاب بتاعها، وبتفتكر اكتا قبل ما يمشي الصبح لما قال لها ان في المره الجايه اللي هم هيشوفوا بعض فيها هيحكي لها عن افكار، وبيدخل عليهم الملازم وبيعرفهم انهم هيبداوا حمله تاديبيه ضد عشيره شيناك الساعه 6 الصبح، وبيطلب منهم ان هم يستعدوا كلهم. وتاني يوم الصبح بتستعد الاميره لانها تمشي، لان وجودها هنا بيكون خطر جدا عليها، وبتبقى حزينه جدا انها تمشي وتسيبهم، وبتكون قلقانه عليهم انه يحصل لهم اي حاجه، لكنهم بيطمنوها ان كل حاجه هتكون كويسه وزي الفل. وبتجهز الجنود عشان يروحوا للعشيره ويبدا الحمله التاديبيه بتاعتهم، وكل الجنود بيبقوا رايحين ومشرين عن اللي بيحصل ده وحاسين ان هم بيعملوا حاجه غلط. وبيجيب اكتا ريمون وبيوري له مجموعه كبيره من الاسلحه، وبيقول ان هو معتمد عليه ولازم يتدرب عليها لانهم اكيد هيحتاجوها، وبتبقى كانها موجوده في الحرب دي وبتقاتل بالمدافع القديمه ومش عارفه المفروض تعمل ايه بالظبط. وبعد كام يوم من بدايه الحرب نشوف اكتا والباقي وهم تحت الجبل، وبيبقوا فريق الدعم اللي بيبقى مكلف بالمراقبه وتوصيل المؤن والاحتياجات الاساسيه. وفي وقت ما بيتم تفتيش البضائع دي بيبقى في مجموعه كبيره من الجنود متصابه، والاصابات دي ما كانتش بسبب الحروب بس، وبيبقى في سبب تاني بس هنعرفه بعدين. وبيشك اكتا في حاجه، وقبل ما بيمشي بيوقف واحد من الجنود وبيطلب منهم انهم يروحوا للخيمه دي عشان القائد عاوز يشوفهم، وبنشوف القائد وواحد بيعرفوا ان في 124 ضحيه بسبب معركه امبارح. وطبعا القائد بيكون متعصب جدا وبيقول له ليه الموضوع مستمر لحد دلوقتي مع ان عدى على الحرب 3 اسابيع بحالهم. بيرد عليه الشخص ده وبيقول له ان الجنود مش متعودين على المرتفعات العاليه وواجهوا عقبات كتيره جدا ما كانوش متوقعينها، وبيقول كمان انهم المفروض ينسحبوا، لكن بيتعصب القائد اكتر وبيقول انهم لازم يقتلوهم ويتقدموا مش بينسحبوا ومفيش قدامهم اي خيار تاني. وبيتجمع بعدها كل الجنود في الخيمه دي، وبيبدا الملازم واللي بيكون اسمه موسى يشرح لهم هيعملوا ايه، وبيأمروا انهم ينقلوا جميع المؤن للنقطه الثانيه. وبيطلع واحد منهم كده بيسال سؤال وبيقول هو ده معناه ان احنا هنتبعت لخطوط الجبهه، لكن بيقول للملازم انه مش بالظبط كده، لكنهم هيبعتوهم لمنطقه اقرب من منطقه القتال. وبتسال ياتوري عن المسعفين لانها مش شايفاهم موجودين خالص هنا، وبيعرفها الملازم انهم مشوا للمكان اللي هم هيروحوا دلوقتي ده. وبيفضل اكتا كده يفكر في الكلام اللي عمال يتقال، وبتبقى كان في واحد من الفرق الاماميه وبيبقوا فوق الجبل بيدوروا على اي حصن يحتموا فيه، وبتلاحظ ان الجندي اللي وراها واللي بيكون اسمه اذان مرهق جدا وبياخد نفسه بصعوبه، وبتقول له انه لازم ينظم انفاسه عشان ما يتعبش اكتر. وفي اللحظه دي بيلاقي القائد
القائد بتاعهم حصن مناسب جدا ليهم وما فيهوش اي حد، وكمان الاعداء مش هيقدروا يوصلوا له بسهوله، وبيقعدوا فيه وبيعرفوا ان المكان ده من النهارده هيبقى المعسكر بتاعهم ولازم يدافعوا عنه بكل قوتهم. وعلى الناحيه الثانيه بيبقى اكتا هو وفريقه بيوصل المؤن والحاجات اللي محتاجينها للفريق، وبيقعد مع هارو ياكلوا سوا وبيتكلموا في الاصابات الكتيره اللي بتحصل، وبتقول انها عاوزه تقترح اقتراح على المقر وهو انهم يعملوا مركز طبي صغير تحت الجبل. وبيقول لها اكتا انت كده لاحظت زي ما انا لاحظت، انا شفت مجموعه كبيره من الجنود بينتقلوا لتحت الجبل وهم ما عندهمش جروح واضحه، وفي وقت ما هم بيتكلموا كده بيجي اخبار ان العدو هجم على الحصن بتاعهم ولازم يستعدوا للقتال دلوقتي. وبيقوم اكتا بسرعه يدي اوامر للجنود بتوعه عشان يستعدوا، وياتوري برضه بتعمل كده، وبيبقى ماسيو خايف جدا وبيروح يسال اكتا انا ازاي ابقى هادي ومش متوتر زيك كده، وبيطمنوا اكتا وبيعرفوا ان مفيش قائد بيدخل المعركه وهو مش خايف من الموت، بالعكس. بس الفكره بقى ان القائد الصح لازم يبقى بيعرف يتحكم في خوفه عشان يقدر يدافع عن ارضه ويهزم الاعداء، والكلام ده بيشجع ماسيو جدا. وبيبدا بعدها الهجوم وبيوجه اكتا الجنود عن اللي المفروض يعملوه، واول ما الهجوم بيحصل الضوء بيخلي كل حاجه تبقى واضحه جدا، وبيقدروا فعلا ان هم يخلصوا على عدد كبير منهم، وقائد الفريق نفسه بيبقى مرعوب جدا، وياتوري واللي معاها بيهجموا على الباقي وبتخلص عليهم، والمعركه بتخلص بكل سهوله ومفيش ضحايا منهم كمان. وعلى الناحيه الثانيه بيبقى اذان تعبان جدا وبتفضل كانا معاها عشان تطمن عليه، وبيشكرها على اللي هي بتعمله معاه، وبيقول لها ان هي بتفكره بامه، وبتضحك كانا كده وبتقول له انها مش كبيره للدرجه دي مع انها كانت متجوزه، وبيستغرب كده اذان لكنها بتحكي له ان جوزها مات بعد ما اتجوزوا على طول، وعيلته طردتها من البيت والشيء الوحيد اللي سابوه لها كان كتاب، وان كان عندهم مكتبه كبيره وكانت دايما بتقرا في الكتب اللي فيها، وبتسال يا ترى اكتا عامل ايه دلوقتي، وبيسالها اذان مين اكتا ده، بتشرح له انه راجل غريب قابلته مرتين بس لكنهم زمايل وكانوا تلاميذ لنفس المعلم، وكمان هو شاب مثقف جدا ويعرف حاجات كتير. وفجاه بيسمعوا صوت الاجراس وبيقول للقائد انهم متحاصرين من كل اتجاه، وان الاعداء كانوا متعمدين يسيبوا الحصن فاضي عشان هم يقعدوا فيه، وللاسف وقعوا في الفخ اللي عاملينه ليهم. وبنروح لاكتا اللي بيراقب الحصن اللي قدامهم معسول، وبيكتشف ان الاعداء هتستولى عليه، وقائد الحصن بتاعهم دلوقتي بيكون متوتر جدا وكل قراراته حرفيا غلط وغبيه جدا. اما خطته الهجوميه بقى فكانت حاجه بتضحك على الاخر، ولو سمعوا كلامه هيموتوا كلهم، وبيطلب منه اكتا انه يديله ساعه واحده بس ويسيب كل حاجه عليه وهو هيرجع فيها كل حاجه لطبيعتها. وبيراقب اكتا وماسيو الحصن مره تانية، وبيقول ماسيو انهم مستحيل يقدروا يرجعوه في خلال ساعه واحده بس لانهم بعيد جدا عنه، وهو كمان عايز فريق القناصه يضرب عليهم نار من مكانهم ده، لكن بيقول له اكتا ان لو كل حاجه مشيت زي ما هو مخطط الموضوع مش هياخد تلت ساعه حتى. وبيبقى ماسيو قلقان جدا وبيقول ان المدى الفعال لبندقيه الهوا ما يتجاوزش ال 40 متر والمسافه بينهم 150 متر اصلا، وبيعرفوا ان اللي بيفكر فيه ده مش منطقي تماما، لكن اكتا مش بيهتم بكلامه وبيقول اهدى بس على رزقك وانت هتشوف انا هعمل ايه. والغريب بقى ان ريمون بيقدر انه يصوب على الاعداء فعلا ويقضي عليهم عادي جدا، وماسيو بيبقى مستغرب جدا ومش فاهم هو ازاي قدر يسيبهم من كل المسافه دي، لكن اللي ماسيو ما يعرفوش ان اكتا كان عدل على الاسلحه دي بحيث ان الرصاصه اللي تطلع منهم تطلع بحركه دائريه وتزود من سرعتها، وده بيخليها ادق ب5 اضعاف تقريبا من الرصاصه العاديه. وبيبقى اكتا اتعلم التقنيه دي من المعلم اتاري زمان، وبيقدروا انهم يخلصوا على جزء منهم بالرصاص، وبيأمر اكتا باقي الجنود انهم يهجموا عليهم وبيخلصوا على الجزء الثاني بالسيوف. وبعد ما بيخلصوا وبيقعدوا كده عشان يرتاحوا سوا بيجي لهم واحد من المعسكر بتاع كانا وهو متبهدل على الاخر، وبيعرفوا ان هم متحاصرين من كل اتجاه ومعرضين لخطر الاباده في اي لحظه، وبيترجاهم ان هم يروحوا لهناك وينقذوهم. وبعد ما بيخلص كلامه بيقع من طوله فاقد الوعي، وبيطلب اكتا منهم ان هم يجيبوا له دكتور وما يعرفوش حد بالكلام ده، وان هو اللي هيدي الاوامر ويروحوا من غير علم اي حد من القاده الكبار. وبياخد اكتا فريقه وبيطلعوا للجبل عشان يوصلوا للحصن، وفي وسط ما هم ماشيين بيوقفهم اكتا وبيعرفهم ان هم هيخيموا هنا لمده يومين، وطبعا بيكونوا مستغربين وبيقول ريمون ان مفيش وقت للراحه، وبتقول سور ان الجنود لسه عندهم الطاقه الكافيه اللي تخليهم يكملوا عادي، لكن بيعرفهم اكتا ان مش دي المشكله وان في سبب تاني يخليهم يستنوا يومين هنا عشان يحضروا نفسهم اكتر ويستعدوا كويس جدا والا مش هيقدروا يطلعوا للحصن. وبيعرفهم انهم دلوقتي فوق ارتفاع كبير جدا فوق الجبل، وده بطبعه بيسبب مشاكل كتيره في التنفس وغيره، وعدد كبير اصلا من جنودهم ماتوا بسبب كده ولازم يتكيفوا مع الوضع الاول. وبيقول لهم انه مش مستني رايهم لان ده امر ولازم ينفذوه، وفعلا بيسمعوا الكلام وبيستنوا اليومين، لكن المشكله انهم لما بيروحوا بعد يومين بيلاقوا كل اللي موجودين مقتولين، وبتحس يا توري بالذنب وبتقول انهم كان عندهم فرصه ينجوا وينقذوهم، وبتقول لاكتا ان قراراته ساعات بتكون صعبه وغلط، وبيتاثر اكتا جدا لما بيشوف كانا ميته قدامه، وبيقول انه كان مستني المره الثالثه اللي هيشوفها فيها وبيبقى زعلان جدا عليها لكنه بيودعها وبيمشي. وبنشوفهم بعدها واقفين مع سيمبا اللي اترقى اخر فتره وبقى نقيب، وبيقول لهم ان النهايه خلاص قربت، وبيشرح لهم الخطه والفخ اللي هيستدرجوا بيه العشيره كلها عشان يخلصوا عليهم. وبيطلب ريمون انه يسال سؤال لكن بيقول سيمبا ان مفيش اي وقت عشان ينتقدوا الخطه، وبيقول لهم ان قبل ما ينفذوا الخطه دي في حاجات كتير مطلوب ان هم يعملوها. وبيسال اكتا كده زي ايه بالظبط، بيعرفوا سيمبا انهم لازم يروحوا يولعوا في بيوت القرويين كلها، وفعلا بيروح اكتا ومجموعه من الفريق بيحرقوا بيوتهم وسط قهرتهم كلهم. وبيسالهم واحد منهم انتوا مش مستكفين بقتلنا كمان بتحرقوا بيوتنا، انتوا مستحيل تكونوا بشر، لكن بيهدي اكتا وبيعرفوا ان اول ما النار
تهدى هيبعتوهم لقريه في الغرب يقعدوا فيها. وفي طريقهم للقريه دي بيفضل اكتا يفكر في اللي بيحصل وبيبقى متاكد ان في حد بيلعب بالعشيره دي وعايزين يخلصوا عليهم وخلاص. وبيوصلوا لمكانهم الجديد وبيبدا اكتا يوزعهم على الخيم، وواحد من اطفال عشيره شيناك بيحدف عليه حجر وبيشتمه، لكن اكتا مش بيهتم وبيكمل توزيع فيهم. وبيتعصب الطفل ده جدا وبيروح يفضل يضرب فيه وبيطلب منه انه يرجع لهم قريتهم مره ثانيه. وبيفضل اكتا يحاول يبعده عنه لكنه بيبقى ماسكه بايده واسنانه وبيضطروا انه يضربوا ضربه بسيطه في وشه عشان يسيبه، لكن للاسف الضربه دي بتكون قويه جدا بالنسبه للطفل ده وبتجيب دم وبيفضل يعيط. وفي اللحظه دي بيجي ديكون وبيضرب اكتا على التصرف الهجومي اللي هو عمله ده وبيعلمه الادب على الاخر، لدرجه انه بيطب ساكت ومش بينطق بعدها. وبيروح يعتذر للطفل ده بالنيابه عن اكتا، لكنه برضه بيبقى شايف ان ده مش كفايه وبيضرب نفسه هو كمان وبينزف زيه. وبيروح لاكتا وبيقول له انت ازاي تعمل كده مع طفل، انت عبيط ولا ايه؟ وبتتعصب سول عليه وبتقول له احنا عندنا اسبابنا، لكن بيقوم اكتا كده يقف قدامه وبيقول له ديكون ايه معترض ولا ايه؟ اضربك في الخد التاني عشان يبقوا زي بعض. لكن بيتفاجئ لما اكتا بيشكره انه عمل كده وبيطلب منه ان هو اللي يوزعهم لانهم اكيد مش هيكرهوه، على عكسه ما حدش طايقه فيهم خالص. وبتتعصب سول عليه انه تراجع كده وبيعرفها اكتا انه لما ضرب الطفل كانت غلطه كبيره فعلا وما ينفعش يعمل كده. وبتنفعل سول اكتر وبتقول ان هم المفروض في حرب ودي اصلا كانت مهمتهم وديكون المفروض هو كمان يبقى عارف حاجه زي دي. وبيقول لها اكتا انها لو شايفه كده فهي لازم تعيد النظر في الموضوع تاني. وبيعرفها انه المفروض يقتلوا اللي بيقتلوهم لكنه عاوز يهتم بالناس اللي مش بتقتلهم ولا بتعمل اي حاجه على قد ما يقدر. وبتفضل سول تعيط وبيكمل اكتا كلامه وبيقول ان حتى ديكون زيهم ومش حاسس انه المفروض يقتلهم. وبيطمنها وبيقول لها ان حق اصحابهم اللي بيتقتلوا دول هيجي لكن من العدو الحقيقي. وبعد كام يوم بيتجمع كل الجنود في المعسكر وبيقول لهم القائد ان نهايه المعركه قربت جدا وان جيوش عشيره شيناك المتبقيه متجمعين في قريه كبيره موجوده في الناحيه الثانيه من الوادي ده. وبيطلب منهم ان هم يقتلوا بكل قوتهم وبيعرفهم ان هم هيتحركوا الصبح. وبيطلب منهم انه يرتاحوا النهارده عشان يستعدوا لاخر معركه. وتاني يوم بيتحركوا كلهم للجبل وبيبقوا قلقانين من الاعداء ممكن يكونوا عاملين لهم فخ ومحاصرينهم من فوق، لكنهم بيبعدوا عن الفكره دي لما مش بيلاقوا اثر لاي حد فيهم. ده غير انهم مش هيقدروا يعملوا كده اصلا لان دي اماكن عاليه جدا وصعب تسلقها. لكن اكتا بياخد احتياطاته وبيطلب انهم ينزلوا من على الاحصنه ويمشوا بالدروع احسن عشان لو حصل غدر كده ولا كده يكونوا مستعدين. ولما بيعرض سيمبا الفكره دي على قائد الفريق بيعترض جدا في الاول وبيقول ان الحذر والخوف الشديد ده ما بيختلفش حاجه عن الجبن، لكنه بيضطر انه يوافق في الاخر. وكلهم بيشكروا سيمبا انه بيساعدهم وبيفضلوا يمدحوا فيه. وطبعا سيمبا بيكون محروق جدا وفي اللحظه دي بيكونوا الاعداء مستنيينهم فعلا ومستعدين للهجوم. وبيقول القائد بتاعهم ان هدفهم الوحيد هو قائد الحاميه الشماليه وبيديهم الاوامر اللي المفروض يعملوها وبيحذرهم انه يبقى في اي ضحايا منهم. وفي وسط ما اصحابنا ماشيين على الجبل بيتفاجئوا بالاعداء فوقهم وبيبداوا يسيبوهم بالسهام المولعه وبيخلصوا على عدد كبير منهم. ومش بس كده، ده الهجوم بيكون من بعيد جدا كمان بسبب امتلاكهم للبنادق الهوائيه المتطوره وما حدش عارف هي وصلت لهم ازاي. والمصيبه بقى انهم بينزلوا عليهم كمان بالسيوف وبيبقى الهجوم من كل حته. وبتنزل نانكو وبتهجم على قائد الحاميه الشماليه عشان تخلص منه خالص، لكن بتوقفها ياتوري وبيبداوا يعرفوا نفسهم على بعض. وبتهجم نانكو عليها اللي بتكون قويه جدا ومهاراتها مش منطقيه تماما، لكن بتقدر برضه ياتوري تتفادى ضرباتها وبتبقى متفاجئه من كل الحركات الغريبه اللي هي بتعملها دي. وديكون بيواجه المساعد بتاعها اللي بيبقى غريب جدا ومش باين منه حاجه. وياتوري بتقدر اخيرا انها توجه ضربه مميته لنانكو لكنها مش بتصيبها هي. وبنكتشف انها كانت مركبه الروح بتاعتها في ظهرها وبتستغل طاقه الرياح في انها حركتها تبقى اسهل واسرع. وبتقول لها ياتوري ان خلاص المعركه انتهت وبتطلب منها انها تطلب من قبيلتها ان هم يستسلموا وبتقضي بعدها على الروح دي. وعلى الناحيه الثانيه بيتفاجئوا ان ديكون اتقتل وبتروح ياتوري على طول عشان تقتل الشخص الغريب ده لكنها مش بتقدر تعمل معاه اي حاجه. وبينط من فوق الجمل وسط استغرابهم وكلهم مش عارفين هو ازاي عمل كده. وبيطلع ديكون اخر كلماته وبيقول انه خايف عليهم وعاوزهم يحموا الامبراطوريه وما يستسلموش ابدا. وبيجي الليل وبتبقى نانكو متضايقه جدا انها ما قدرتش تنقذ الروح بتاعتها وبتقول انها هتخليهم يدفعوا الثمن وتاخد حقها. وبتروح للقريه بتاعتها عشان تقعد عند جدها وجدتها لكنها بتصدم لما بتلاقيهم ولعوا في كل البيوت. وبنرجع بالزمن 9 سنين لورا وبنشوف اكتا وهو طفل صغير قاعد في اوضته زهقان جدا لانه نفسه يشارك في المهرجان اللي بيحصل بره ده، لكنهم بيكونوا شايفينه مجرد طفل صغير. وبتدخل عليه صاحبته اللي بتكون شبه نانكو جدا وبيفضلوا يتكلموا سوا وبتبقى مبسوطه جدا وهي مع اكتا. وبنرجع للواقع وبتروح نانكو على طول للبيت عشان تطمن عليهم لكن للاسف بتلاقيهم مقتولين وفي مجموعه من الجنود موجودين معاهم ومش بتشوف نانكو قدامها وبتدور فيهم الضرب وبتقدر تقتل مجموعه منهم، اما الباقي بيقدروا يمسكوها ويكتفوها. وبيقول واحد منهم يسيبوها دي بنت لكن مش بتبقى شهامه منهم ولا حاجه، لا دول عايزين يعتدوا عليها. وبيوصل اكتا وياتوري على اخر لحظه وبيأمروهم انهم يسيبوها لكن بيرفضوا. وبيسال واحد منهم واحنا نسمع كلامك ليه اصلا، لكن مش بيرد عليه اكتا وبيروح يضربه ضربه قويه. وبيطلب من ياتوري انها تروح وتطمن على نانكو بما انها بنت زيها وبتقول ياتوري انها كويسه وانهم وصلوا في الوقت المناسب. وبيرتاح اكتا انه قدر ينقذها مش زي كانا اللي اتقتلت قبل ما يوصل لها. وبكده اخيرا بتنتهي الحرب دي وبيبقوا هيرجعوا لبيوتهم مره ثانيه بامان. وبيقول ماسيو انه ما كانش متوقع
خالص ان المعركه تبقى بالصعوبه دي، وبيقول اكتا انهم ما كانوش بيحاربوا عشيره شيناك لوحدها ومش بيبقوا فاهمين هو يقصد ايه، وبيقول لهم ان الكام واحد اللي ما كانش باين منهم اي حاجه اللي ظهروا في الاخر دول كانوا من الكلا كارم، واللي بتكون فرقه الشبح، وهي وحده قوات خاصه تبع الجيش مملكه كيوكا، واللي استراتيجيتهم في القتال كانت فظيعه. وفي وسط ما هم بيتكلموا بيجي لهم القائد وبيكون مبسوط جدا، وبيقول لهم انهم علموا عشيره شيناك درس عمرهم ما ينسوه. وقبل ما يكمل كلامه بيدخل عليهم شخص غريب راكب حصانه وبيعرفهم انهم فريق تفتيش من الديرا، واللي بتبقى عشيره متدينه جدا والدين عندها خط احمر. وبيسال عن القائد وبيعرفوا القائد بنفسه وبيسالوا عايز ايه، وبيعرفوا الشخص ده انه جات له رساله غريبه بتقول ان وصايا الدين الارديري بتاعتهم انتهكت في المنطقه الشماليه، وكمان عرفوا اللي حصل للارواح المقدسه بتاعتهم في الوحده دي، وبيهددوا القائد الاعلى وبيسيبوهم وبيمشوا. وبيخاف القائد جدا وبيطلب من فريق اكتا انهم يروحوا وراهم عشان يوريهم ان ارواحهم سليمه وزي الفل، وده طبعا بسبب اكتا اللي كان بيحميهم. وفعلا بيروح اكتا وفريقه عشان يلحقوهم، لكنهم بيكتشفوا حاجه مرعبه، وهي ان طائفه الديرا بعددها الكبير في طريقها ليهم وهيعلنوا عليهم الحرب. وبيقول اكتا انهم كانوا بيستعدوا من بدري، وده مجرد تحذير اخير ليهم قبل ما يبداوا الحرب، وطبعا مش بيبقوا عارفين هيعملوا ايه، ده يا دوبك هم لسه خارجين من حرب ونص الجيش اتقتل اصلا. وبيقول اكتا ان اكيد حد نصب ليهم كمين وعايز يقضي على جنود الحاميه الشماليه كلهم، وهو اللي ضحك على عشيره شيناك وخلاهم يقتلوا بعض، وهو كمان اللي حرض الديرا على الحرب قصادهم. وكل القاده بيتصدموا لما بيعرفوا الخبر ده وبيبقوا خلاص هيستسلموا، لكن بيطلب اكتا من سيمبا انه يقول ان عنده خطه، لان اكتا بيكون مجرد جندي بالنسبه لهم، فلازم المدرب هو اللي يقنعهم يسمعوا له. وبيقول سيمبا انه هيقتلهم هو وتلت الجيش اللي موجود اللي فعلا قادرين يقتلوا ولسه عندهم القوه والطاقه، اما باقي الجنود يهربوا، وهيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يكسب وقت لحد ما يجي لهم دعم. وبتقول يا توري انهم قبل ما يبداوا في معركه دفاعيه عشان يكسبوا وقت الانسحاب لازم يبادروا بمعركه اولى عشان يوفروا وقت الاستعداد، وممكن يعملوا كده باستخدام كتيبه فيها 600 جندي. وبيتفاجئوا كلهم بكلامها، وبيسالها القائد لو 600 جندي يقدروا انهم ياخروا جيش مكون من 12000 جندي. وبيقول سيمبا انه هيشرح الخطه بالتفصيل في وقت تاني، لكن بما انه هو اللي قالها فهو مسؤول عن كل اللي هيحصل. وبيقترح اكتا اقتراح مجنون، وهم انهم يطلبوا مساعده شيناك عشان يعوضوا اعداد الجنود القليله دي. وبيتفاجئ القائد لما بيسمع الكلام ده، وبيروح اكتا وياتوري للخيمه اللي فيها نانكو وبيفك القيود اللي كانت مربوطه فيها، وبيعتذر لها اكتا. وبتستغرب نانكو جدا وبتقول انتوا كسبتوا الحرب ليه بتعتذروا من الطرف الخسران. بيقول لها اكتا انهم بيعتذروا عن الافعال الوحشيه اللي ملهاش معنى اللي عملوها معاهم، لكن بتبقى نانكو متعصبه منه جدا ومش طايقاهم وبتطلب منه يسكت خالص. وبيشاور اكتا لياتوري وبتجيب له اللوح الخشب اللي وراهم، وبيطلع اكتا السيف بتاعه وبيقطع صباعه كتكفير واعتذار عن اللي هم عملوه، لانه بيبقى عارف ان دي طريقه الاعتذار عندهم في عشيره شيناك. وبيفكرها اكتا بنفسه وانهم كانوا اصحابه وهم صغيرين، ومش بتستوعب نانكو اي حاجه وبتفضل تعيط. وبيقول لها اكتا انا عارف اني ماليش الحق في ده، لكني هطلب منك طلبين، الاول انك تقبلي اعتذاري عن كل اللي عملناه، ان اهل عشيره شيناك يساعدونا في اننا نحارب جيش الديرا المقدس. وبيحكي لها انهم بيحاولوا يهاجموا شيناك والحاميه الشماليه مستغلين فكره انهم مش هيقدروا يحاربوا بكامل قوتهم دلوقتي وعشان يقضوا عليهم كلهم. وبيضمن لها ان هم لو ساعدوهم في الموضوع ده هيوفر لعشيره شيناك مكان في الامبراطوريه لما كل ده ينتهي. ونانكو بتحكي له عن الشخص اللي ساعدهم ودربهم عشان يقدروا يقاتلوا الجيش، واللي بيكون من جمهوريه كيوكا وبيكون اكتا شاك، لكن بيكون اكتا شاكك في الموضوع ده من ساعه ما شاف السلاح المطور اللي مع عشيره شيناك. وبتوافق نانكو على طلباته، وبيخرج اكتا هو وياتوري وبيكون الباقي مستنيينهم بره، وبيسالوه لو نجح في انه يقنعها، وبيعرفهم اكتا باللي حصل وانها قالت هتبعت 800 جندي في خلال يومين. وبيروح لهم سيمبا وبيشكرهم على الجهود اللي بيعملوها، وبيعرفهم على المكافاه اللي القائد قرر يديها لهم. وبيقول لياتوري واكتا انهم اترقوا بقوا من دلوقتي برتبه ملازم اول، اما ماسيو وريمون وهارو فرتبتهم بقت ملازم تاني. وبيطلبوا من ماسيو وهارو انهم ينتهزوا الفرصه وينسحبوا زي الباقيين، لان الوضع بقى خطر جدا مش زي الاول خالص، وفرصه انهم يموتوا بقت اكبر بكتير، لكنهم بيرفضوا وبيقولوا انهم هيفضلوا معاهم على طول كتف في كتف. وبعد يومين بيجهز اكتا فخاخ قويه في الغابه للاعداء، وبيحرقوا كمان جزء منها عشان يكسبوا وقت. واكتا جرح ايده بيتفتح كل شويه وبيروح لهارو عشان تعالجه، وبتقول له هارو انه لما يتألم ويحس بوجع لازم يحكي لاي شخص، ومش بيبقى قصدها على جرح ايده بس. وبيقول لها اكتا هو انا باين عليا اني من النوع اللي بيكتم على مشاكله ولا ايه؟ وبتقول له هارو انه شكله كده شايل حمل كبير جدا وفي حاجه مضايقاه على طول. وفي اللحظه دي بتروح لياتوري وبتعرفه انه عشيره الديرا بداوا تحركاتهم، وبيتفاجئوا لما بيعرفوا انهم حرقوا الغابه كلها عشان يغطوا على الحريق اللي هم عملوه، ومش بيبقوا عارفين ازاي خدوا القرار بالسرعه دي، وهم المفروض انهم كانوا بلد محايده ما خدوش اي حرب من اكتر من قرن. وبيفضل اكتا يفكر مين اللي يقدر يعمل كده، وبيعرف ان في شخص اسمه جان وفي الاصل هو من عشيره كيوكا، لكنهم هنا شايفين واحد من عشيره الديرا لانه عايش معاهم من زمان، وهو يعتبر كده عبقري وما فيش حاجه بتقف قصاده. وبنشوف جان ساعتها وهو في مكتبه وبتدخل عليه المساعده بتاعته، وبيفكر جان في الاحداث اللي بتحصل دي كلها، وبيفضل يفكر مين الشخص اللي خطته ذكيه بالشكل ده. وبتقول له المساعده بتاعته انه اكيد مبسوط انه قابل حد عبقري زيه، وبيقول لها جان انها هتكون معركه هتتكتب في التاريخ. وبنشوف بعدها اكتا والباقي وهم متجمعين
متجمعين وبيقول لهم انهم هيبداوا المعركه. وبيستغرب ماسيو جدا وبيقول له معركه ايه؟ احنا مش حرقنا الغابه عشان نتجنب الدخول في اي معركه لانهم اكتر مننا بكتير. بيقول له اكتا انه عنده حق فعلا، لكنهم لو اكتفوا بالمراقبه من بعيد لبعيد وما طفوش النار دي العدو هيهجم عليهم من حوالين الغابه، وعشان كده مفيش وقت ولازم يامنوا الحصن. وفعلا بيبنوا حاجز ضخم عشان ياخروا من هجوم العدو ويعملوا اماكن كتير عشان يستخبوا فيها. وجان بيوصل عند الجنرال اللي بيقول له انت ايه اللي جابك؟ انا ما استدعيتكش. لكن بيقول له جان ان الوضع ضروري جدا ولازم يلاقوا حل عشان يعرفوا يهجموا، وبيفهمهم الوضع اللي هم فيه دلوقتي. وبيقرر انه يختار الطريق اللي اكتا عايزه، لكن اكيد الموضوع مش هيكون بسهوله كده ومش هيدخل للفخ برجليه. وبيجي الليل وكل واحد بيكون مستخبي في مكانه بترتيب ونظام عشان يراقبوا ويامنوا على كل المداخل وبيكونوا مستعدين لاي هجوم، وكلهم بيكونوا قلقانين جدا. وبيفضل اكتا يفكر وبيقول ان العدو ممكن يوصل في اي لحظه. بيوجه كلامه لنفسه وبيقول انت فاكر انك هتقدر تهزم جيش كامل مكون من 12000 جندي بكتيبه واحده عددها 600 جندي من عشيره شيناك؟ وبيقول كمان ان جان اللي بيتكلموا عنه ده هو العبقري الحقيقي للعصر اللي هم فيه ده، و100% هو ملوش فرصه معاه. وبيفضل اكتا كده يدي لنفسه طاقه سلبيه انا مش فاهم ليه. وبيتلاحظ سيلو ان هو متغير، لكن بيطمنها وبيقول لها ان مفيش حاجه، هو بس كان بيفكر مع نفسه شويه. وبيبقى سيمبا بيراقب الوضع وبيشوف ان جيش عشيره الديرا كله في طريقه ليهم، وبيقولوا انهم ما ينفعش يدوهم فرصه انهم يهجموا عليهم، وبيأمرهم انهم يشغلوا الانوار ويبداوا هم بالهجوم. والخطه بتاعتهم بتبقى ماشيه كويس لحد دلوقتي، لكنهم بيكتشفوا انهم عاملين حصون من خشب الغابه والطلقات اللي بيضربوها عليهم مش واصله لهم اصلا. وفي اللحظه دي بيدرك سيمبا الخطر اللي هم فيه، وبتطلب ياتوري ونانكو منه انه يديلهم الامر انهم يروحوا يقاتلوا عن قرب، لكن بيقول سيمبا ان لسه بدري على انهم يعملوا كده. وبيقول ياتوري انهم بيحاولوا يعملوا حاجه هم مش عارفينها وممكن يكونوا بيحضروا لهجوم تاني اقوى. وبيضطر سيمبا انه يوافق وبيسمح لهم انهم يعملوا كده، وبياخدوا السيوف بتاعتهم وبيروحوا يقاتلوهم بكل شجاعه. وفعلا بيقدروا يقضوا على عدد كبير منهم، لكن للاسف بيظهر فجاه عدد كبير من الاعداء، والمصيبه ان بيكون معاهم مدافع وبيحاربوهم بيه. وكل ده جان بيبقى مراقب الوضع وشايف اللي بيحصل، وبيبقى متحمس جدا للاباده اللي هيعملوها ليهم دي. وبتيجي المساعده بتاعته وبتلحقوا على اخر لحظه من الرصاص اللي كان بيقول ان دي كانت هجمه دقيقه، وشكلهم كده هم كمان عندهم اسلحه هوائيه متطوره. وبتقول المساعده بتاعته انها كانت فاكره ان الامبراطوريه ما عندهاش التقنيه اللي تخليهم يقدروا يصنعوا اسلحه هوائيه، لكن بيقول لها جان ان اكيد دكتور اتاري علمهم ازاي يصنعوها، وانه عنده تلاميذ موجودين هناك فصنعوهم ليها مش حاجه غريبه. وعلى الناحيه الثانيه بيدخل الاعداء بالمدفع ده وبيهجموا عليهم وبيتصاب ماسيو في كتفه، وبيبقى اكتا محتار جدا ومش عارف يختار سلامته ويهرب مع الجنود ويسيب ياتوري ونانكو يموتوا ولا هيجازف بحياته عشان يقدر ينقذهم. وبيفضل يفكر وبيقول ان اتخلى عن كانا قبل كده وسابها تموت ومش هيسمح لده يحصل مره ثانيه، وبيبقى حرفيا بين نارين ومش عارف يختار ايه بالظبط، لكنه بيفتكر كلامه لياتوري وانهم هما الاثنين بيكملوا بعض. وبيأمر كل الجنود انهم يهجموا عليهم مره ثانيه، وكل واحد فيهم بيستعد وبيقف قدام الاعداء بكل شجاعه، لكن برضه عددهم بيكون اكتر منهم بكتير. وبيقول سيمبا انهم لازم ينسحبوا لانهم مش هيعرفوا يصمدوا اكتر من 3 دقايق، وبيأمر الجنود انهم يولعوا النار في الحصن عشان يقدروا ينسحبوا وما يوصلوش ليهم. وعلى الناحيه الثانيه بيكون الجنرال متضايق جدا انهم ما قدروش يقضوا عليهم كلهم، وبيقول جان انهم ما عملوش احسن نتيجه فعلا، لكنهم كسبوا حاجه اهم من الفوز وهي المعلومات اللي عرفوها. وبيقولوا انهم بيقودهم قائد موهوب وذكي جدا، وبيكون طبعا قصده على اكتا، والجنرال مش بيبقى مقتنع بكلامه. وبيقول جان ان مهما حصل هم برضه لسه ما خسروش. وبنشوف بعدها الجنود اللي اتصابوا في المعركه وهم فاقدين الوعي، وهارو بتبقى بتطمن عليهم وبتعمل لهم كل الاسعافات اللي تقدر عليها. وبتشوف سول المنظر ده وبتقرر انها هتروح تقول لاكتا، وبتروح هارو معاهم وبيسالوا عليه في الاوضه اللي فيها ريمون وماسيو اللي بيبقى رابط دراعه بسبب الرصاصه اللي خدها، وبيعرفهم ريمون ان اكتا راح لطريق الغابه وشويه وهيرجع. وبتقرر سول انها هتروح له وبتروح هارو وراها، ولما بيوصلوا بتعرفوا سول عن عدد الضحايا اللي راحوا في المعركه دي. وطبعا اكتا بيزعل لما بيسمع الكلام ده ومش بيعرف المفروض يرد بايه، وبيقول لها شكرا على التقرير ده وانا هحاول اظبط كل حاجه عشان اعوض الاعداد الناقصه دي، وبيامرها تروح ترتاح هي. وبتستغرب سول من رده ده جدا وبتقول له ما عندكش حاجه تقولها للجنود اللي ضحوا بحياتهم وماتوا بسبب اوامرك دي. وبتتعصب اكتر وبتقول ان كل ده عشان قرر انه ينقذ عشيره شيناك، وبتقول انهم لو ما كانوش راحوا لهناك كان عدد الضحايا هيبقى اقل من النص دلوقتي. وفعلا بيتفق اكتا مع كلامها وبيقول لها لكن كده كل افراد عشيره شيناك كانوا هيموتوا. بترد عليه وبتقول له يا ريتهم يا اخي كانوا ماتوا بدل اللي حصل ده، وبتحط اللوم كله على نانكو لانها هجمت من غير اي خطه. وبتقول ان اكيد اللي ماتوا دول مش اقل اهميه من عشيره شيناك اللي هم كانوا بيحاربوهم من كام يوم اصلا. وبتفضل يا عيني تعيط وبتكون منهاره، لكن بتيجي ياتوري وبتقول لها انها بتلوم الشخص الغلط، وبتفهمها ان مش هي ولا اكتا اللي قرروا ان هم ينقذوا شيناك. لكن طبعا سول مش بتقتنع بكلامها وبتقول ان ده كذب وان اكتا هو اللي خد القرار ده. وفعلا بتتفق ياتوري مع كلامها وبتقول ان خد القرار ده بناء عن تصرفاتها وانه كان متاكد انها هتروح هي وتنقذهم، وحتى هي كانت بتتصرف على اساس انه هيجي ولو ما كانوش اتقابلوا كانت هي وكل اللي معاها اتبادوا على طول. وبتكمل كلامها وبتقول ان في الاخر قرار مساعده عشيره شيناك كان قرارها هي وهي المفروض تتحمل المسؤوليه، وان دلوقتي شيناك بقت حليفتهم وبيتعاونوا مع بعض. وبتنفعل سول وبتقول ان ده نفاق انهم يبقوا بيحاربوهم امبارح والنهارده
يتحالفوا معاهم. بتقول لها يا توري ان الاوامر كده بتجبرها انها تتجاهل مشاعرها وتحطها على جنب وتنفذها وبس. وبيقول لها اكتا ان لو هي بتكرهه فهي عندها حق، وهو مش هيقدر يلومها على ده، لكن برضو الجنود اللي ضحوا بحياتهم دول ماتوا عشان حاجه كانوا بيحموها، فازاي هو هيتخلى عن الشيء اللي ضحوا بحياتهم عشانه؟ وبتفضل سول تعيط وبتقول ان ده مش عدل ابدا، وبتسيبهم بعدها وبتمشي. وبنروح بعدها للأميرة اللي كانت مرعوبة على إكتا وعايزة تعرف أخباره بأي شكل، وبتتفاجئ إن القائد الأعلى للحامية الشمالية هو وباقي الجنود رجعوا للعاصمة مرة تانية. وأول ما بتشوفه بتفضل تزعق له وبتسأله أنت ليه أول واحد هربت وسبت كل الجنود دي تحارب لوحدها؟ بيرد عليها وبيقول لها إن الأولوية هي لسلامة القائد. بتقول له الأميرة عندك حق، هنحتاجك في المحاكمة العسكرية بعد ما كل ده يخلص عشان تتعاقب. وبتفضل تفكر وبتقول لنفسها إن إكتا ما ينفعش يموت وإن في حاجة مهمة جدا لازم تقولها له. وعلى الناحية التانية بتروح سول تودع الجنود قبل ما يدفنوا وهي زعلانة جدا، وبتشوفها نانكو وبتعتذر لها وبتقول لها ان هي السبب في موتهم، لكن بتقول لها سول ان مفيش داعي لاعتذارها ده لان اكتا اعتذر وخلاص. وبتقول لها نانكو انها ممكن تختبر ايمانها وتقطع دراعها كله عشان تتاكد انها مش ممكن تاذيهم مره تانية، لكنها بتترجاها ما تعملش كده غير بعد الحرب دي ما تخلص عشان تقدر تتقاتل معاهم. ولما بتسمع سول الكلام ده بتفضل تعيط وبتقول انها لو عملت كده مستحيل تعرف تسامح نفسها، وبتقول انها ما كانتش عايزه تقتل اي حد وما كانتش تعرف انها عشان تبقى جندي لازم تدخل في معارك من غير اي سبب. وبيروح لها سيمبا وبيحاول يهديها وبيقول لها ان كل الناس اللي هي فاكره انها قتلتهم في الحقيقه هم اتقتلوا على ايده هو، لان هو اللي بيصدر الاوامر دي، وبيعرفها انهم عملوا شغل كويس جدا ومش لازم تفضل تلوم نفسها من غير سبب. وفعلا بترتاح سول لما بتسمع الكلمتين دول. وبيغير سيمبا الموضوع وبيسالها عن اكتا اللي يا عيني بيبقى نايم على كومه قش في زريبه كده، وبيفضلوا يتفرجوا عليه وبيضحكوا. وبيروح واحد من الجنود وبيعرفوا ان العدو بدا يتحرك، وبيعرفوا ان في فرقه منهم جايه لهم من جهه اليمين. كل حصان بيكون موجود عليه فارس وجندي مشاه، وده بيكون ذكاء كبير منهم لانه بيكون اسرع. وبيقترح اكتا انهم يبعتوا جيش عشان يعترضوا طريقهم وهم اللي هيروحوا كمان، لكن بيرفض سيمبا وبيقول ان هو اللي هيروح. وطبعا كلهم بيكونوا مستغربين منه، لكنه بيكمل كلامه وبيقول ان المعركه دي خرجت عن السيطره، ولو سابوه هو المسؤول هنا وخرجوا فممكن يعمل قرارات غلط كتير. ده غير انه شايف خروج اكتا وياتوري فكره وحشه جدا. وفعلا بيوافق اكتا ان هو اللي يروح، لكن بيطلب منه انه ياخد ريمون وفريق القناصه معاه. وفعلا بيوافق سيمبا انه يعمل كده. وفي الوقت ده بيلاحظوا وجود منطاد في السماء وبيقود منطاد العدو، واللي راكبه هو جان ومعاه المساعده بتاعته اللي بيبقى اسمها ميارا، وكان بيستكشف الحصن، لكن اكتا مش بيهتم بيه وبيكون كل همه دلوقتي هو انه يوفر وقته وبس. وبيقف ويحمل الاتجاه الغربي وبيجهزوا المعركه، لكنهم بيدركوا ان الاعداء عاملين فخ ليهم ومرشقين قناصين من فرقه الشبح الغريبه دي في كل حته في الغابه. وريمون بيكون حدد مكانهم لما مشي على التعليمات والنصايح اللي اكتا اداها له. وقبل ما الاعداء يضربوا ضربتهم بيبقى فريق القناصين بتوعنا خلصوا عليهم واحد واحد، وبيجي الليل وبتروح ياتوري لاكتا وبتعرفوا ان عجبت له اكل معاها وبيخرجوا ياكلوا بره سوا. وبيتناقشوا في ان ريمون قدر يخلص على فرقه الاشباح النهارده، وبتسال ياتوري لو قدر يقضي على القائد بتاعهم اللي بيكون قتل ديكون، وبيطمنها اكتا ان ريمون قال انه خلص عليهم كلهم. وبتعدي الايام وبيبقى جان كل يوم بيراقب الحصن من المنطاد، وواحد من الجنود بيقول لاكتا انه بقى في اكتر من منطاد وبينزلوا كمان في مكان غريب على الخريطه، وانه ما ينفعش اصلا يكونوا هناك لانه يعتبر متدمر. وفي اليوم السادس بتيجي اخبار لاكتا بتقول ان الاعداء لفوا من طريق طويل جدا حوالين الشرق، وحتى حلفائهم اللي في الجبل ما قدروش انهم يشوفوهم. وبيعرف اكتا ان الناحيه الشرقيه دي هي الناحيه اللي المنطاد بيكون فيها في السماء. وبيكمل الجندي كلامه وبيقول انهم شافوا 6 عربيات هناك بيجروا شيء ضخم، وساعتها اكتا بيقلق جدا وبيأمرهم انهم يعرفوا ايه الشيء ده بالظبط، لكن بيبقى خلاص جان وجنود جمهوريه كيوكا نقلوا مدافع انفجاريه ضخمه قصاد الاتجاه الغربي للحصن، وبيأمرهم جان انهم يضربوا قذايفهم اللي حرفيا بتدمر المكان كله. وكل الجنود بيموتوا واللي بيعيش بيشوف الرعب بعينه، وهي ان مفيش حاجه تحميهم من الاعداء. وبيدخلوا لحصنهم خلاص بالاحصنه بتاعتهم، وبيتجمع اكتا مع باقي الفريق وبيحاولوا انهم يدوروا على اي خطه تنقذهم من الوضع اللي هم فيه ده. وبيفضل اكتا يلوم نفسه وان اللي هم فيه ده بسبب انه قائد فاشل، وبيوصل في الاخر للخطه، لكن الخطه دي بتكون بمثابه خطه انتحاريه. وبيقول لماسيو انه هيعينه مسؤول ويتولى القياده مكانه ويحافظ على الحصن لمده يومين بس، وهو هيروح مع مجموعه من الجنود عشان يقتلهم في نص الطريق. وبتقول له نانكو انها مش هتفضل هنا، وانه قال لها ان هو هيوفر لهم مكان يعيشوا فيه، فلو هو مات مين هيعمل كده؟ وبتطلب منه يخليها تحميه، وبيوافق اكتا انها تساعده. وقبل ما يمشي بيوقفه ماسيو وبيقول له انت رايح فين وسايبني كده؟ انت فاكر ان هقدر احمي المكان ده لمده يومين؟ بيقول له اكتا الحقيقه لا، لكني بطلب منك انك تحافظ على حياتك وعلى حياه اكبر عدد من الجنود، وهنتقابل تاني كمان 3 ايام بالظبط عشان نرجع تاني للعاصمه. ومش بيبقى قدام ماسيو اي قرار تاني غير ان هو يوافق. وبيتحرك اكتا وياتوري ومجموعه من الجنود، ولما بيوصلوا لنص الطريق بيفكر اكتا في ايه المعدات اللي المفروض يستخدموها في الحرب دي، وفجاه بتجيله فكره جهنميه وبيقول بس هي دي، وبيبداوا انهم يحضروا الفخاخ الخاصه بيهم. وعلى الناحيه التانيه جان وباقي جنود مملكه كيوكا بيوصلوا، وفي نص الطريق بيحسوا بحاجه غريبه وبيشكوا ان اللي على الارض دي قنابل هم عاملينها، خصوصا لما شموا منها ريحه الزيت، وانه اكيد مش هيقع
يحطها في فخ زي ده، وبيأمر باقي الجنود انهم يمشوا على تعليماته ويقربوا على العدو ببطء ويسيبوا مسافه بينهم 150 متر على الاقل عشان يتفادوا اي حاجه ممكن تحصل. وامر معظمهم يشكلوا صفوف ويستعدوا للهجوم، وفعلا بيعملوا كده وبيعدوا بحذر وبطء شديد جدا. وبيستوعب جان بعدها ان ريحه الزيت اللي كانت موجوده اختفت تماما، وقبل ما يستوعب اي حاجه بيظهر الجنود من تحت الارض وبتقوم مجزره بينهم مرعبه وبيخلصوا عليهم هم والاحصنه بتاعتهم كمان. ويكتب بيبقى في قمه سعادته ان خطته نجحت اخيرا، وباقي الجنود اللي بيكونوا واقفين ورا بيقرروا انهم يهربوا، لكن بتيجي ياتوري بسرعه وبتخلص عليهم. وبيبقى جان واقف شايف اللي بيحصل ده ومش مصدق نفسه، ومش بيبقى مستوعب هم ازاي قدروا يفكروا في خطه زي دي اصلا. وبيلاقوا بعدها جيش اكتا رافع علم طلب المفاوضات، وكأن يكتب بيقول له يا تستسلموا يا هموتكم كلكم. وبيبقى جان محتار جدا ومش عارف يعمل ايه، ويكتب بيبقى بيحارب وهو مستنيه يستسلم عشان ينتقلوا بعدها للمرحله الثانيه. وفي لحظه غريبه كده واحد من الاعداء بيبقى خلاص هيقتله، لكنه مش بيعمل كده لما بيسمع صوت من جان بيامرهم فيه انهم يوقفوا القتال ده. فيا ترى جان كان واخد باله انه هيموت لكنه منع ده، ولا دي جت مع يكتب بالصدفه؟ المهم بعدها بيروح جان لياتوري وبيعرفوا نفسهم على بعض، وبيقول لها يلا يا ستي خلينا نتفاوض، وبتعرفوا ان القائد بتاعهم هو اللي هيتكلم معاه. وبيروح لإكتا وبيعرفوا على نفسه، وبيطلب منه جان ان هم اللي يستسلموا ويسيبوا الارض دي لانهم مستحيل يفوزوا لو كملوا المعركه ومش عايزين يكون في ضحايا من غير فايده. لكن طبعا إكتا بيرفض وبيقول له ان هو اللي هينفذ طلباتهم، وهي انهم ينسحبوا ويمشوا من هنا. وبيقول له جان انه مش عاوز يكون في معارك تاني، لكنه برضه ما يقدرش ينسحب بالبساطه دي، فهو موجود هنا عشان يحقق النصر لجيش الديرا. وبيقول إكتا انه لو رفض طلباتهم فهم هيكملوا القتال، وساعتها مش هم اللي هينجوا خالص. وبينفعل جان عليه وبيقول له كفايه ادعاءات فارغه بقى، انا عارف حجم القوه اللي عندكم. وفي اللحظه دي بيسوب إكتا ضوء قوي على قلبه بمساعده ارواح الضوء اللي معاه، وبيتريق عليه جان وبيقول له انت فاكر انك هتموتني بالضوء ده؟ انت عبيط ولا ايه؟ بيقول له إكتا لا ده انت اللي عبيط، وبيشاور له على ريمون اللي بيبقى مستخبي في الجبل وممكن يصوب عليه بالسلاح الهوائي اللي معاه في اي لحظه. وجان بيجيب ورا كده وبيقول له كنت بتقول ايه بقى يا حبيب اخوك؟ وبيضطر انه يقبل بشروطه وهي انهم يخرجوا من الارض، وبيسيبوهم هم كمان يمشوا ويروحوا للعاصمه. وبيولع إكتا نار تفضل بينهم عشان ما يتعرض لهمش مره ثانيه، وبيمشوا. وجان بيقسم انه هيحتل المملكه دي كلها وهيعلم إكتا الادب. وبعد كام يوم بيجي اخبار للاميره ان الجنود رجعوا من الحاميه الشماليه، واول ما بتشوفهم قدامها بتطير من الفرحه لدرجه انها بتنط على إكتا عشان تاخده بالحضن. وبيعرفها إكتا انها لازم برضه ترحب بالجنود وتشجعهم هم كمان بعد كل اللي حصل ده. وبتقوم وبتقول لهم انهم فعلا ابطال وان كل المملكه فخوره بيهم، وبتعرفهم انها ممتنه لكل المجهود اللي عملوه عشان الامبراطوريه. وبعد شهر بيستدعي الامبراطور قائد الحاميه الشماليه وبيركبوا قطر 6 الا تلت كده وبيحكم عليه بالاعدام، اللي طبعا بينهار اول ما بيسمع الحكم ده. وبتطلب بعدها الاميره من إكتا انه يقابلها، ولما بيروح لها بتعرفه ان هو هيكون القائد الاعلى للجيش في البلاد عشان هي عارفه ان هو الوحيد اللي يستحق المنصب ده وهيقضي على الفساد والظلم اللي في المملكه. وطبعا هم عارفين ان المملكه حالتها اتدهورت بشكل كبير كمان متاخره في كل المجالات تقريبا، وعشان كده الاميره بتكون عاوزه المملكه تخسر الحرب، وده عشان هيستفيدوا جدا من تقدم مملكه كيوكا في كل المجالات. وطبعا إكتا مش بيبقى مستوعب اي حاجه في الاول لكنه بيوافق بعد كده وبيتحالف معاها عشان يبنوا دوله بشكل صحيح. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده في المملكه دي؟ ده اللي هنعرفه في الجزء اللي جاي من الانمي. عشان كده يا صديقي عايزك لو وصلت لحد هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، وتكتب لي في الكومنتات عايزنا نكمل الجزء الثاني ولا لا، وتكتب لي برضو لو في انمي معين عايزنا نلخصه لك. وبس كده يا صديقي، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.